بيبدأ المسلسل في مدينة جوثام الخيالية، وديت نفس المدينة اللي اتعمل فيها سلسلة باتمان بالمناسبة. الفترة ديت كانت صعبة جدا والأوضاع مهزوزة. عمدة المدينة اتقتل في ظروف غامضة، وبعدها بنفس الطريقة اتقتل كارماين فالكون، زعيم أكبر عصابة مافيا. يعني الفوضى بتنتشر في كل الجهات. أنا عايز أقولك إن كل دقيقة بيحصل حادثة أو تفجير جديد، وسط ده كله كان باتمان حرفيا مسحول طول اليوم، بيتنقل من مكان لمكان وبيحاول ينقذ الضحايا المدفونين تحت الركام. الفوضى بتزيد لما بينفجر سور المدينة الشمالي وبيدخل الفيضان، وللأسف بيدمر أغلب المدينة صديقي. اما بقى حادثه قتل زعيم المافيا كارماين فالكون، فده بيخلق فراغ على السلطه على مين هيكون خليفته، وبتشتعل حرب عصابات في الخفاء. الاشاعات بتقول ان البرتو ابن الزعيم فالكون هيمسك مكان ابوه، مع العلم انه فاشل ومدمن. على الجانب الاخر بنتعرف على اوز اللي بيتابع الاخبار من مكتبه وبيبص على المدينه. حد كتله كده وملامحه بتحكي كتير، وعنده اعاقه في رجله اليمين بتاثر عليه في المشي، وبسبب المشيه ديت اطلقوا عليه لقب البطريق. وبلا فخر كده هو السبب في كل الفوضى اللي بتحصل يا صديقي. بعدين بيروح لمصنع مهجور وفي ايده مرزبه. المصنع من بره مهجور، ومن جوه لما بندخل بنلاقي حاجه تانية مختلفه، شقه فخمه كده بشكل يخطف الانظار، وده يبقى مكتب زعيم العصابه الفقيد كارماين فالكون. بيروح ناحيه الخزانه وبيبدا يضرب ضربات كتير والصوت بيكون عالي، لكن في النهايه بيقدر يفتحها. بيلاقي مستندات مهمه خاصه بالرشاوات والصفقات المشبوهه، وصور جنسيه لعضو رفيع المستوى في عصابه كارماين، فبيخبيها في الجاكيته. وبيفتح علبه بيلاقي فيها مجوهرات تامل مستقبله 100 سنه لقدام يا صديقي. لكن فجاه بيظهر الزعيم البرتو اللي ماسك الرئاسه جديد، وبيدخل وبيثبت اوز بالسلاح، وبنعرف ان اوز واحد من رجالتهم. البرتو بيكون مستغرب انه جاي يسرقهم، لكن اوز بينفي انه جاي يسرق، وبيكون هادي وبيتكلم بثقه، وبيقول له جات لي اخبار ان اعدائك هيسرقوا المكان، واكيد انت عارف ان انا مخلص لوالدك قد ايه، علشان كده قررت افرغ محتوى الخزنه واجيبهم لك. وبيسلموا المجوهرات وهو من جواه بيهري، وبيقول له كويس انك جيت بنفسك ووفرت عليا المشوار وتعب المواصلات. لكن لسه البرتو مش مدي الامان، فبيحاول اوز يهدي الموقف، وعلشان عارف ان البرتو مدمن هيروين واكيد جاي في الوقت ده علشان يجيب مخدرات من المخزن، فبيعرف انه عنده كميه من البودره البيور تستاهل مناخيره. اقعد بس كده واهدى علشان انت ظالمني الصراحه، وخد لك سطرين هيبعتوك لجزر اللالالاند. ولما بيرفض البرتو بيقترح اوز يحتفلوا بتوليه رئاسه العصابه، وبيقول له هنشرب كاسين ولا ده كمان ممنوع. خلال ما بيشربوا بنكتشف جانب كوميدي في اوز، ولما يحب يضحكك هيضحكك غصب عنك. البرتو ميت من الضحك ومنسجم. اتاري اوز كان بيستدرجه، وكاس ورا التاني القعده بتحلو، فبيجيب له الهيروين وسطر وشد يا معلم. الدماغ بتعلى، وبيبدا البرتو يقع في الكلام، وبيكشف لاوز خطته الطموحيه اللي هتعمل قلبان. بنعرف انه شغال على مخدر جديد مختلف تماما، يعني حاجه كده ملهاش علاقه بالمخدرات المنتشره، وهيعمل ثوره. المخدر ده قوي جدا وقادر على توجيه الناس في رحلات نفسيه وروحانيه غير مسبقه. والبرتو بيقول له انه لو كل حاجه مشيت تمام التمام، فده هيضمن لهم السيطره على سوق المخدرات والمدينه كلها. ولما بيحس انه وقع بالكلام وافشى سره، بينبه على اوز يحافظ على سريه الموضوع لحد ما المخدر الجديد يمر بمراحل الاختبار ويثبت الفعاليه بتاعته، وبيحدف له سلسله ذهب علشان ما يرجعش بايده فاضيه. مفيش مانع انك تعمل مصالح، لكن تحت عيني وبمزاجي. وعلى فكره بابا كان عارف انك بتختلس وبتطلع مصالح، لكن لانك قنوع وبتاخد القليل وحريص كان بيعديها لك، لانه فاهم انك جند وتستحق تروق على حالك. وانا كمان هعديها لك لو استمر وفائك لاسرتنا. بيكون لابس الخاتم بتاع والده، وبيعرفوا ان الخاتم ده اصلا بتاع زعيم عصابه اسمه سلفاتور. بابا انتصر عليه وحبسه في السجن، ومن وقتها لبس الخاتم بتاعه دليل على القوه وبسط النفوذ. لحد هنا صديق الدنيا كانت ماشيه تمام التمام، لكن البرتو الغرور بيركبه، وبيتكلم عن اوز بشكل مهين وبيقل منه، وبيلخبط اكتر، وبيوصفه بالكلب الوفي. واوعى تنسى ان مكانك تحت تمسح جزم اسيادك. ده كمان بيتنمر على اوز وعلى مظهره واعاقته. لحظتها صبر اوز بيخلص، وبيقتله بشكل مفاجئ. تصرف غبي ومتهور من اوز، اللي بيفوق وبيدرك حجم المصيبه اللي عملها. ما كانش عارف هيتصرف ازاي بعد ما قتل رئيسه، وبيبتدي يلف الجثه في كيسه وبيخرج بهدوء. خلال ده بنشوف مجموعه شباب بيشتغلوا حراميه لكن فشلوا، ضاقت بيهم الدنيا خلاص ورايحين يسرقوا عربيه اوز، فبيضرب عليهم نار وبيهربوا. لكن بيثبت واحد منهم اسمه فيكتور، وبيهدد فيكتور وبيقول له انقل معايا الجثه يالا. ده كمان بياخد بطاقته وبيحتفظ بيها، وبيقول له اي غلطه منك يالا هقتلك وهقتل عيلتك كلها. بيبتدوا يشيلوا الجثه من مكان لمكان لحد ما بيخبوها في عربيه تبع الاوز. وفي الاخر اوز بيفتح الكيس وبياخد الخاتم اللي في ايد البرتو. وبالنسبه لفيكتور بعد ما بيساعده، اوز بيعرفوا ان القتيل ده يبقى البرتو ابن الزعيم رئيس اكبر عصابه في جوثام. انت تعرف ان المفروض ان انا اقتلك، لكن ممكن اغير رايي لو سمعت الكلام. بعدين بيسحلوا معاه في كام مشوار في المدينه، وخلال ده فيكتور بيكتشف بلاوي عن اوز. تاني يوم بيتم استدعاء اوز لمقر العصابه، وبيكون لسه ساحل فيكتور معاه، وبيكون صاحبه وبيحكي معاه في تفاصيل شغله. وفيكتور بيساله بتوتر هم استدعوك ليه؟ يكونش اكتشفوا انك قتلت البرتو؟ لكن اوز بيقول له لا 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 انا استبعد ده تماما، وبيقول له انهم بس بيحبوا يستعرضوا كل فتره علشان يفكروا نفسهم انهم رؤساء، وكل المطلوب مني اتمسكن واعمل نفسي غبي وضعيف قدامهم علشان اشبع غريزتهم. اوز لما بيدخل بيتفاجئ انهم عايزين يصفوا شغلهم في المدينه، وهينقلوا
لمنطقه تانية علشان الوضع ما بقاش امان، ومعنى كده انهم هيقفلوا المصنع اللي تحت ادارته. فبيحاول يغير وجهه نظرهم لكن للاسف بيكونوا مصرين والامر محسوم. وهنا بتظهر صوفيا اخت البرتو وبيستغرب اوز هي خرجت من مصحه اركم ازاي، وبتساله صوفيا لو شاف البرتو اصله مختفي من امبارح، فبيقولها عدمك وحياتك ما شفته، وبيطلب مهله يومين يكون صفى المصنع. لكن لما بيخرج صوفيا بتروح وراه وبتعزمه على الغدا بالغصب. في المطعم نص الموجودين مستغربين من طريقه اكلها، والنص التاني مرعوبين وعايزين يهربوا لانهم عارفين انهم قدام السفاحه الملقبه بالجلاد. هي طلعت من المصحه ازاي وامتى ما يعرفوش. وبنفهم من الكلام ان صوفيا ارتكبت مذبحه كبيره قبل ما تدخل المصحه. وبتتكلم صوفيا وبنعرف ليه سالته هو بالذات عن البرتو، وبتقول له سمعتك بتتكلم مع العيله عن صفقه جديده هتتم بمخدر قوي هيعمل ثوره. المشكله بقى ان محدش يعرف بصفقه المخدرات الجديده ديت غير انا والبرتو. ازاي انت عرفت بقى؟ كمان البرتو مختفي من امبارح، وبصراحه كده انا شاكه فيك يالا. وبيكون واضح انها بتحب البرتو جدا لان هو الوحيد اللي كان بيزورها في المصحه. البت بتكون ذكيه جدا وبكده زنقت اوز اللي بيقدر يفلت بدهائه، وبيبين الموضوع وكأن اخوها البرتو حكى له عن موضوع الصفقه دي، وبيقولها البرتو ضحك علينا احنا الاتنين وكان مفهمني ان انا كمان ان محدش يعرف السر ده غير انا وهو. وبص كده انا مش عايزك تقلقي، هو متعود يخطف له كام يوم كده ويظهر فجاه، وده بسبب انه بصراحه كده مدمن مخدرات. وفي النهايه بيقدر يكلفتها بالرغم انها الاذكى، لكن قبل ما تمشي بتبصه وبتقول له ان هي الوحيده اللي عارفه بامكانياته الحقيقيه. المشهد اللي بعده اوز بيزور زعيم العصابه المنافس سلفاتور في السجن، وبيعرض عليه يتحدوا للقضاء على عصابه فالكون. وسلفاتور بيرفض وبيقول له انت هتبيع لي شغال معاهم طول عمرك وعايزني اضمن ولاءك؟ طب ازاي؟ لكن اوز بيكون مقنع وبيتكلم بالمنطق. وقبل ما بيخرج بيسلمه الخاتم اللي اخده من صباع البرتو اللي بيكون في الاصل بتاع سلفاتور، وبيكون مستغرب ازاي اوز حصل على الخاتم. وفي نفس اليوم ده بالليل اوز بيتم مطاردته من اتباع صوفيا، وفي الاخر بيتقبض عليه، وبعدين بياخدوه لمقر العصابه وبيربطوه بالبوس على الكرسي، وده لان صوفيا شك انه قتل اخوها. بتكون قبضت على شاب شاف اوز وهو بيتحرك بجثه من يومين، لكن اوز بينكر وبيكذب الشاب، وصوفيا بتقول له اعتبرني ان انا صدقتك، وبتقتل الشاب. لكن برضه مش بتسيب اوز وبتستمر في تعذيبه. طرق التعذيب بتكون بشعه لدرجه انهم ابتدوا يقطعوا في دراعه بالسلك. في اللحظه ديت بيسمعوا صوت عالي فبيخرجوا بسرعه، وبتكون عربيه من غير سواق خبطت في الفيلا، وفي شنطه العربيه بتصدم صوفيا ان اخوها مقتول وصباعه مقطوع، فبتصرخ بصوت عالي وبألم لا يتحمل يا صديقي. انما الصرخه ديت لما بتوصل لاوز بيبتسم وبيستبشر خير لانه بكده هتكون ثبتت براءته وهيحرروه، وما يعرفوش ان اللي ساب العربيه هو فيكتور بتعليمات من اوز. المشهد اللي بعده بنرجع فلاش باك لصوفيا في مصحه اركم، وبيكون واضح انهم بيعاملوها معامله قاسيه جدا. في الوقت ده بيكون جالها زياره من البرتو الوحيد اللي بيزورها لان الزياره ممنوعه اصلا، لكنها بتلاحظ ان صباعه مقطوع ولسه بدمه، والمشهد بيكون صعب علشان نتفاجئ ان كل ده كابوس مش فلاش باك. صوفيا لما بتفوق بتلاقي نفسها عند الدكتور فانتريس اللي كان مسؤول عن حالتها في مصحه اركم. بتكون منهاره ومتعصبه جدا، لكنه بيحضنها علشان ما تاذيش نفسها، ومش بيسيبها غير لما بتهدى، وبتستوعب انها خرجت من المصحه وما عادتش محبوسه. على الجانب الاخر اوز بيزور سلفاتور في السجن من جديد، لكن المره دي بيلاقيه مستنيه بمراته وباقي اعضاء العصابه، وبيقول له بقى تقتل البرتو وعايز تلبسني فيها يا جاحد؟ انا ممكن ابلغ عيله فالكون عنك وبكده اعمل معاهم تحالف. الجاحد بقى اوز بيقول له دي طريقه من الطرق، وبيقنعه انه يوافق يشيل قتل البرتو، وبيقول له عيله فالكون قتلوا رجالتك وحبسوك، وبقالك سنين في الظلم والقهر ومش عارف تكون وسط مراتك وابنك اللي بيحبوك، ودلوقتي بسببك نجمك عالي بعد ما قتلت البرتو، والجميع مصدقين ان انت اللي قتلته، يعني اسمك انتهى من شرفك، ومنها اثبتت انك الاقوى من جديد، ولو الكلام مش عاجبك ما كنتش لبست الخاتم اللي رجعته لك. وبيقول له بعد ما قتل فالكون العيله ضعفت، وبيأكد له انه لوكا الزعيم الحالي في جيبه الصغير، وانه كونه عايش فده هيعود عليهم بالمصلحه، وبيوضح ان عصابه فالكون هتنقل شحنه مخدرات خلال ايام، وبيتفق معاه يعمل معاه سطوه على الشحنه ديت ويساعده، وبيقول له في عربيتين هيكونوا من قدام دولت اللي هتهجم عليهم، هتقتل كل اللي فيهم وتسرق البضاعه، بس احذروا ان حد يقرب من العربيه اللي وراهم لان هكون فيها. وسلفاتور بيعرفوا على نيك دراعه اليمين وهيكون المهمه. بنروح ليوم نقل المخدرات والجميع كان بيستعد، ووز بيروح لكاستيلو وبيقول له احنا اصحاب ها، وانا مش شايل منك على فكره، لكن في الحقيقه هو مش ناسيله انه كان هيقطع له دراعه باوامر من صوفيا، ومحضر له مكان في المذبحه اللي هتحصل يا صديقي. المفاجاه ان جوني نائب الزعيم بيجي وبيرفض ان اوز يتحرك وراهم بالعربيه لوحده، وبيصر انه يركب مع العصابه في اول عربيتين. طلب غتت قوي هيعرض اوز للخطر، لكن بيضطر يوافق ومش عارف هيعمل ايه مع الرجاله اللي هتهجم. بيتحرك الموكب وفي الطريق اوز بيكون متزاول ومتوقع الهجوم في اي لحظه، وبصناعه لطافه بيقف وبيحكي مع اتنين راكبين ورا، وده علشان يكون بعيد عن ضرب النار، وبيبدا الهجوم وبيكون شرس، والرجاله بيقتلوا اي حد في طريقهم، واوز بيساعد معاهم وبيقتل الاتنين اللي معاه، ولما بيدخل نيك بينبهه بسرعه ان اوز وانه معاهم، والسواق بيكون لسه عايش وبتصدم ان اوز خاين وبيضرب عليه نار، لكن بيشتبك مع نيك وبيقتلوا بعض. بيخرج اوز بيلاقي قدامه كاستيلو وخلاص هيقتله وينتقم، لكن بيلاقي عصابه تبعهم فبيقتل اللي هيقتل كاستيلو
كاستيلو وكانه بطل وانقذه يعني وكده. اوز في مقر العصابه كان متعصب جدا وبيأدي جامد، وبيقول لهم من ساعه موت فالكون والعصابات بتستقل بينا، وان حادثه زي ديت مستحيل كانت تحصل لو لسه عايش الزعيم. في اللحظه ديت بتدخل صوفيا وبتكون متعصبه جدا ان كل اللي فارق معاهم الشحنه اللي اتسرقت، وبتقول ان طار اخوها الزعيم السابق اهم من الشحنه بكتير، وبتاكد ان في خيال ما بينهم هو اللي وصل اخبار الشحنه لعصابه سلفاتور. وعمها الزعيم بيخرج الجميع، وعلى انفراد بياكد لها انه مش ساكت وهياخد بالطار، لكن برضه بيطلب منها تاخد جنب وتسيبهم يتصرفوا. ولما بتخرج من مكتبه بتلاقي اوز في انتظارها وبيتمشى معاها وبياكد لها انه جنبها وبيدعمها، وبيقول لها انا عارف ان عمك واللي حوالينك عايزين يتخلصوا منك وان انت الاحق برئاسه العصابه دي. طب تصدقيني ومالك عليا حلفان، انا كنت بحب البرتو اكتر منهم، ومن النهارده اعتبريني دراعك اليمين وساعدك وجنبك لو احتجتيني في اي وقت. لكن صوفيا ما كانتش سهله، وبتقول له انت بتعمل كل ده علشان يبقى ليك ظهر وانا مش مدينه ليك باي شيء. فبيقول لها بس انا مدين ليك على فكره. وبيخرج اوز متضايق بسبب العصابه بنت الهرمه ديت اللي بتقل منه، وبيحكي مع فيكتور اللي اصبح اكتر من صديق. وبعدين بيرجعوا للبيت وبيبتدوا يجهزوا تقريبا عاملين حفله. بنروح لصوفيا في العربيه والاخبار بتوصفها بالجلاد وبيطالبوا بحبسها، ومستغربين ازاي خرجت بعد ما قتلت 7 بنات في مذبحه بشعه. والسواق كان هيغير المحطه لكنها بتمنعه وعايزه تسمع اكتر. بنرجع لاوز اللي بيعزم عنده رجاله من عصابه فالكون وبيحتفل معاهم بالنجاه من الهجوم اللي تعرضوا له. في الوقت ده بنروح لاحدى البارات وبنشوف الضابط ماكنزي اللي الدنيا جت عليه يا صديقي، اصبح مدمن كحول ومدمن مخدرات ومحوش فلوس يجيبها. بيتفاجئ بصوفيا اللي بتقفل عليه وبيكون عايز يخرج لكنها بتمنعه وبتقول له سمعت انك كنت بتشتغل لحساب بابا. فبيقول لها يا بنت نص شرطه المدينه كانت بتشتغل لحسابه، ابوس ايدك سيبيني امشي. لكنها بتديله جرعه كبيره من المخدرات وصاحبنا ما صدق. بعدين بتديله مبلغ محترم وبتطلب منه يعرف لها مين اللي هجم على شحنتهم وكمان مين الخاين اللي بيساعدهم مننا. بنرجع للاحتفال اللي عامله اوز، ولما بيلاقي فيكتور مش مبسوط بيروق عليه ونعم الصحاب بجد. بعدين بيدخل مكتبه وبيقعد يتفحص الصور الخالعه لجون نائب عصابه فالكون مع مرات زعيم العصابه لوكا. بتدخل عليه ناديه وديت فتاه ليل. ديت بقى صديق الحته اليمين لاوز اللي بيحبها بجد قوي. ناديه متضايقه ان اوز بيعرضها هي والبنات اللي معاها للخطر بسبب ان في الوقت اللي اتقتل فيه البرتو اتحجج انه كان عندها بالرغم ان ده ما حصلش، لكنه بيطلب منها تثق فيه وبيأكد لها ان الاوضاع هتستقر. انت اول مره يا بنت تعرفيني ولا ايه؟ ما ياما عدت علينا مواقف اسوأ من ديت، وانا بكره في جنازه البرتو هدي الصور اللي معايا لوكا وبكده هينصدم مع جون وهينشغلوا ببعض وهيحلوا عننا. وقتها هفتح لك مالها ليلي كبير وهكتبه باسمك. وعلى فكره يا صديقي مش بيشتغلها لانه فعلا بيحبها بجد. تاني يوم ناديه بتكون مستغربه من المبلغ الكبير اللي اداهولها اوز لكنه بيكون شايف انها تستحقه. بعدين بياخد فيكتور وبيطلع على والدته بعد ما اتصل بيه صاحب البيت اللي لقاها في الشارع لوحدها مش عارفه رايحه فين. الست زي ما يكون عندها زهايمر، واوز بيديله فلوس وبيأكد عليه يرعاها اكتر من كده. وبعدين بيشغل موسيقى كلاسيكيه وبيرقصوا سوا يا صديقي. والام بتكون متضايقه وحاسه انها محبوسه، لكن اوز بيأكد لها ان من مصلحتها محدش يعرف انها عايشه علشان اعدائه ما يحاولوش يؤذوها، وبيوعدها ان كلها كام يوم والوضع ده كله هيتغير. لكن فيكتور بيقاطعهم وبيلفت نظره انهم هيتاخروا عن جنازه البرتو، فبيعتذر لها وبيتحركوا بسرعه شويه وبيوصلوا للجنازه وبيكون متاخر فبيجري وبيختلط بالحضور وكانه هنا من بدري يعني. ولما بيشوف لوكا جاي مع مراته بيلمح له ان هو عايزه في امر هام، لكن لوكا مش مهتم وبيمشي. فبيقرر اوز ان هو يسيبه مخدوع مع مراته الخاينه. وبيشوف مظاهرات وناس كتير ضد صوفيا من اهالي البنات اللي اتقتلوا وبيطالبوا بشأن الجلاده. وصوفيا في الدور التاني بتتابع بتوتر، فبيطلع لها اوز وبيعزها في البرتو يقتل القتيل ويمشي في جنازته عادي يا صديقي. وبيأكد لها انه جنبها وبيدعمها طول الوقت، وبيبدا يحكي لها لما اخوه مات ما عملش عزا، وده لان والدته رفضت علشان محدش يشمت فيهم. وبيقول لها بعدها والدتي فضلت شهر حزينه مش بتتحرك من السرير، لكنها بعد شهر في يوم لقيتها بالصحينه وفرحانه وشغلنا موسيقى وفضلنا نرقص طول الليل. وصوفيا بتنسجم وبتساله عن السبب اللي خلى مامته تخرج من حزنها، فبيقول لها معرفش يا اختي للاسف لانها ماتت من 10 سنين. في اللحظه ديت بيجي كاستيلو اللي بيعرفها ان جات لهم مكالمه مهمه ولازم يتحركوا. ولما بينزلوا بيكون الشرطي المرتشي في انتظارهم، واتاري خطف نيك من المستشفى واتاري ما ماتش. وبيقول لها ده من ضمن الناس اللي هجمت على الشحنه واكيد يعرف مين الخاين اللي في وسطكم وهيساعدكم، وبصراحه حلال في $5000 اللي اخدهم ويا بلاش. بنرجع لوز اللي بيكون في مقابله مع التعبانه زوجة سلفاتور، وبيكون في موقف لا يحسد عليه. الست بتقول له انت كنت مفهمني انك مسيطر ورئيس عصابه فالكون في جيبك، ازاي ما تبلغنيش قبل ما يخطفوا واحد من رجالتنا وتقصد يا صديقي نيك؟ فبيحاول اوزي ياكد لها انه لوكا مستحيل يتصرف بشكل متسرع زي كده، وان اكيد اللي عامله ديت من تنفيذ صوفيا. لكن الست ما كانتش مستعده للمزيد من الاخطاء وبتقرر تقتله يا صديقي. لكن اوز بطريقته المعتاده بيفلت منها وبيسلمها الصور اللي معاه اللي فيها جون نائب عصابه فالكون بيخون الرئيس لوكا مع مراته. فبتعفى عنه الست، لكن بتطلب منه يحرر الراجل بتاعهم اللي خطفته صوفيا، وبتقول له الحق حرره قبل ما يعترف عليك بقى. بنروح لصوفيا وبيكون
بيكون في حفله معموله مش عارفين بمناسبه جنازه البرتو ولا ايه. المهم ان اغلب الحضور بيبص لها نظره انها مجنونه، وده اللي كان مضايقها جدا وبيستفزها الموضوع ده لدرجه انها بتتصرف وكانها مجنونه بجد. في الوقت ده بتقرب صاحبتها القديمه وبتفكرها بايام زمان ورحلاتهم لايطاليا، تقترح عليها يطلعوا رحله سوا، وصوفيا ما كانتش عايزه تحرجها لكنها ما عادتش نفس الشخص اللي كان من سنين، لكنها بتدرك انها مش جايه لها حب ولا حاجه لا سمح الله، ديت مبعوث علشان يخلوها تسافر ويتخلصوا منها. في اللحظه ديت بتقرب من بنتها الطفله لارا وبتسلم على صوفيا بابتسامه بريئه، وصوفيا بتلاحظ ان مامتها خايفه على بنتها منها، فبتصر انها تعدل لها التوكه بنفسها وبتقول لها بخاف على بنتك بقى علشان جميله وممكن حد يأذيها. الحقيقه ان صوفيا بتحب تكون على توقع اي حد منها. بنرجع لاوزي اللي قبل ما يدخل الحفله بيكون عامل خطه علشان يلبس كاستيلو تهمه الخيانه، وبيتفق مع فيكتور يحط شنطه المجوهرات اللي سرقها من مكتب فالكون في عربيه كاستيلو، وبيدخل وبيتاكد انهم حابسين نيك في القبو. وبعدين بيروح لجوني وبيعرفه بشكل غير مباشر ان صوفيا خاطفه واحد من المهاجمين في القبو. على الهادي كده بينزل القبو وبيفوق نيك وبيطلب منه لما يسالوه عن اسم الخاين يقول لهم كاستيلو، وبيأكد له انه هيساعده بعدها وهيحرره. على الجانب الاخر فيكتور في السكرته كده بيفتح عربيه كاستيلو، لكن قبل ما يخبي شنطه المجوهرات الامن بيشوفه فبيهرب منهم وبيبتدوا يطاردوه. بعدين بيتصل بأوزي وبيعرفوا انه فشل في المهمه اللي كلفوا بيها، وده اللي بيخلي أوزي يغير خطته ويضطر يقتل نيك. في الوقت ده الزعيم لوكا بيعرف ان صوفيا خاطفه واحد وبتتصرف من دماغها، وبيكون متضايق منها لانها ما بتقدرهوش في طريقهم للقبو، لكنهم بيتفاجئوا ان نيك مقتول، وصوفيا بتقول له صدقت ان في خاين ما بيننا هو اللي قتل نيك علشان ما يكشفوش. المشهد اللي بعده بيقبضوا على كل المشاركين في العمليه ومنهم اوز، وبيبتدوا يفتشوهم وبيعرفوا انهم بيدوروا على السكينه اللي اتقتل بها نيك، يعني اللي هيلاقوا معاه السكينه هيروح في الشلاحه. وطبعا اوز بيكون اتزنق لان السكينه معاه هو، لكن لحظتها بيدخل جوني واوز بيستفزه وبيعمل معاه شكل، وكاستيلو بيتدخل علشان يخلصهم. وهنا المفاجاه ان ده اللي عايزه اوز بقى، وبيستغل الزحمه وبيحط له السكينه في جيبه، ولما بيتفتش كاستيلو بيلاقوا معاه سلاح الجريمه في جيبه، وبكده يبقى هو الخاين ولبسته. وكاستيلو وقتها بيكون مذهول وبيحاول بكل الطرق ياكد لصوفيا انه مستحيل يخونها، لكنها كانت منفعله وبتطلب حد من رجالتها يناولها مسدس. في اللحظه ديت عمها لوكا بيقتله، واوز اخيرا بياخد نفس وبيتاكد انه في امان نسبي. صوفيا بتكون متضايقه لانها كانت عايزه تقتله بنفسها، وعمها بيقترح عليها تسافر لها ايطاليا كام شهر تنسجم كده وتغير جو وتسترد تركيزها. على الجانب الاخر فيكتور كان بيساعد اوز في دفن كاستيلو ونيك، وفجاه اوز بيحدفه في الحفره وبيجبره يحضن الجثث. بسبب فشلك النهارده انا كنت هتقتل، واضطريت اتسلل لشقه كاستيلو واحط المجوهرات هناك علشان تثبت عليه التهمه. دنيتنا يا ابني ديت ما فيهاش مكان للطيبين، والغلطه عندنا في فوره. وفي الاخر بيصعب عليه وبيخرجه وبيقول له الهدف انه يتعلم الدرس وما يكررهوش. خلال ده صوفيا بتتصل بأوز وبتطلبه فبيروح لها، وبيتفاجئ ان هي اللي بتطلب منه انهم يتعاونوا، وبتقول له ان عمها واتباعه عايزين يسفروها ويتخلصوا منها، وبيكون معاها المجوهرات اللي لقيتها في شقه كاستيلو، وبتقول له ان البرتو في اليوم اللي اتقتل فيه كان رايح يجيب المجوهرات ديت من مكتب بابا، ومعنى كده ان كاستيلو هو اللي قتل اخوها فعلا. وأوز بيوافق انه يتعاون معاها ويتحدوا، وبيطلب منها ترقص معاه سولو على احزانهم يا صديقي. بنرجع فلاش باك لفيكتور في الحي بتاعه من شهور، مجرد شاب بسيط بامكانيات محدوده، والشيء المميز الوحيد في حياته هي حبيبته ايفا. بيكونوا اتفقوا يتفرجوا على عرض الالعاب الناريه من السطح، فيكتور بيخليها تسبقه وبيعدي على البيت الاول علشان يستأذن من باباه. اسره فيكتور بتكون متكونه من 3 افراد، مامته الست الحنينه ديت واخته، وباباه ميكانيكي بسيط وصاحب الشغل بيستغله لكنه راضي بحاله قنوع، وطول ما هو في البيت كان بيمارس هوايته في الطبخ يا صديقي، وما كانش راضي عن واحد من اصحاب فيكتور لانه تقريبا تاجر مخدرات، ودايما كان بيحذره يقطع علاقته بيه. شويه وبنشوف فيكتور وايفا واصحابه على السطح، والواضح ان ايفا كمان مش متقبله نفس الشخص اللي باباه حذره منه. خلال ما بيستمتعوا بالعرض بتحصل كارثه مزلزله يا صديقي، سور المدينه الشمالي بينهار وبيدخل فيضان الميه بيدمر المنطقه الفقيره باللي فيها، ومنهم اسره فيكتور اللي بيغرقوا قدام عينه وعاجز عن انقاذهم. ومش اسرته لوحدها، دي اسره كل اصحابه ومنهم ايفا، هم محظوظين بس علشان فوق اعلى مبنى في المنطقه. بنرجع للوقت الحاضر، اوز بينادي على فيكتور علشان يحضر نفسه ويستعد لانه هيبقى السواق الخاص ليه ولصوفيا، وبيكون روق عليه بهدوم جديده، وكمان بيحدد له مرتب $1000 في الاسبوع، وده مبلغ كبير وقتها. في الوقت ده الجرس بيرن وبتكون صوفيا، لكن اوز بينشغل في مكالمه وبيطلب من فيكتور يفتح لها ويستقبلها، بس حذره ما يقعش في الكلام معاها لانها ذكيه جدا. وفيكتور بعد ما فتح لها بيكون مرتبك ومتوتر، وبتعرف منه انه سواق اوز، ولما بتساله اتعرفته ازاي بيتلخبط وبيقول لها ان هو كان ميكانيكي، ولما بتخرج سيجاره بيحب يساها ويولعها لها، لكن الموقف بيكون محرج ومش بيعرف يشغل الولاعه، وبيقول لها معلش الولاعه شكلها بايظه، تصدق شكلك انت اللي بايظ وريني كده، طب تعرف تعمل دي؟ في اللحظه دي اوز بيخرج من اوضته وبيكون مستعد علشان يروح مع صوفيا اللي بترفض ان فيكتور يروح معاهم، وبتطلب من اوز يسوق لها العربيه زي زمان، معناها ما تنساش اصلك يا سواق. واوز بيحذر فيكتور يلعب في حاجه او يعمل فوضى، لكن بمجرد ما بيخرجوا فيكتور بيتصل بحبيبته ايفا لانها كانت وحشه
جدا وبيطمن عليها وبتكون فاكراه مات وسعيده انها سمعت صوته وبتاخد العنوان وبتروح له وبتكون فرحانه ليه ان هو عايش حياه كويسه. لكن بتعرفه ان هي قررت تسيب المدينه لان من بعد موت اهلها في الفيضان بتعيش حياه صعبه، وبتقول له اكيد في فرصه تانية افضل في مدينه تانية. وهنا بتعرض عليه يسافر معاها لكن بيكون خايف ان اوز ما يسيبوش في حاله، وبيوضح لها ان الراجل اللي شغال معاه ده راجل عصابات وخطر ولازم يفكر في طريقه يقدر يسيبه بيها، وبيديها فلوس تبات في فندق وتشتري لهم التذاكر، وبيوعدها انه هيتقابلوا في اليوم التاني على محطه الاتوبيس ويسافروا سوا. بنرجع لصوفيا اللي بتكشف عن سرها لاوز وبتاخده المعمل المخدرات السري بتاعها اللي بتختبر فيه المخدر الجديد. المخدر عباره عن فطر غريب بيفرز ماده سايله لونها احمر، وصوفيا اول مره اتعرفت عليها كانت في مصحه ارقم، كانوا بيدوها هناك للمريض ومفعوله زي السحر وكانه بيبعتهم كده وبينقلهم لعالم موازي. بتقول له ان الفطر ده حساس جدا ولازم توفر له الرطوبه والبيئه المناسبه، واي تغيير في درجه الحراره هيموت وهيفقد الماده الفعاليه بتاعته. اوز بيعرف انها عايزه منه يسوق لها للمخدر الجديد اللي هيكتسح السوق، وده بفضل العلاقات اللي عاملها على حس باباها. واوز بيكون مرحب جدا بالفكره، لكن التحدي الاصعب انهم يتفقوا مع اهم عصابات المدينه وهي عصابه الثالوث الصيني واللي فيها عداوه قديمه ما بينهم. في اليوم ده لما بترجع البيت قريبها لغايه جوني بيكون بجح قوي وبيديها تذكره لايطاليا وبيجيبها لها بصراحه مش عايزك وسطنا، ولو ما سافرتيش بارادتك هبعتك لعزرائيل وهقول للجميع انك سافرت. وصوفيا كانت مقهوره من قريبها وبجحته الغير معهوده، عايزين يطردوها من امبراطوريه باباها، وده بيحمسها اكتر في الاستمرار علشان تواجههم. وبتتحرك مع اوز اللي بيجيب هدايا وبيروح لواحد اسمه زاو وده من عصابه الثالوث الصيني، واوز بيعرض عليه يبقى الموزع الجديد بتاعهم ويتعاونوا في بيع المخدر الجديد اللي هيسموه بيليس، وبيأكد له ان المخدر ده هيعمل قلبان وهيكسبهم ملايين. زاو ما كانش في ايده حاجه يعملها غير انه يقعدهم مع زعيم عصابه الثالوث الصيني، لكن بيأكد لهم لو راحوا هما الاتنين بس الزعيم مش هيتعاون معاهم لانه بصراحه كده خاين ومجنون. لكن اوز بيكذب ويعرفوا ان نائب زعيم عصابه جوني في صفهم، وان صوفيا ناويه تعمل انقلاب في العصابه وتسترد عرش باباها، وبيأكد له انه هيخلي جوني يكلم الزعيم في التليفون لما يقابله. في الوقت ده فيكتور كان مستنوهم في العربيه ومعاه كميه كبيره من مخدر بيليس، وفجاه بتوصل عربيه شرطه والشرطي بيقول له انت راكب ممنوع، وشكله ناويها وبينزل فيكتور وبيفتشه، فبيلاقي معاه مبلغ كبير ولسه الشرطي هيتكلم وكان هيفيش العربيه، لكن فيكتور بيقول له يا باشا لا انا مش معايا المبلغ الكبير ده، وبكده بيكون استغل ذكائه وشياكته وتنزل عن المبلغ، والظابط بياخد بعضه وبيمشي. وبعدين بنشوف اوز بيضحك لما فيكتور بيحكي له عن الشرطي المرتشي وفخور بيه انه عرف يتصرف، وبيساله عن مهنه باباه، فبيقول له انه كان ميكانيكي لكن كان حلمه يكون شيف، وبيحكي له ازاي اسرته كلهم راحوا في الفيضان. واوز في اللحظه ديت عينه على ترابيزه تانية عليها 2 ستات، ولما واحده منهم بتقوم اوز بيقف وبيروح ناحيه اللي لسه قاعده. بنعرف ان اسمها تانية وتبقى مرات الزعيم لوكا عم صوفيا، ودي اللي اوز ماسك صور لها مع جوني، بيقرب منها وبيقولها الكذب خيبه والصراحه تتقال انت كنت هايله، انا بس محتاج منك خدمه بسيطه. في اليوم اللي بعده اوز وصوفيا بيقتحموا اوضه جوني في الفندق وبيقفشوه في وضع مخل مع التانية مرات الزعيم اللي متفقين معاها، واوز بيهددوا انه ممكن يفضحوا قدام لوكا اللي هيقتله بسهوله. وبعد شويه ضرب واهانه بيضطر جوني يساعدهم، وبيتصل بزعيم الثالوث الصيني وبيعلن تأييده لصوفيا. في نفس اليوم بالليل بيتقابلوا في ملهى ليلي، واوز بيستخدم فيكتور وبنات ناديه لتوزيع المخدر في الصاله، وبيبدا بسعر 10 دولار للجرعه. شويه وزعيم الثالوث بيوصل وبيكون معترض يتعاون مع صوفيا لانه ما يعرفهاش، وبيقول لها بالرغم ان باباكي كان عدو بس على الاقل كنت اعرفه. لكن صوفيا بتكون مقنعه وبتكشف ان تركيبه المخدر ده مميزه وكانت موجوده في ادويه المواريد في مصحه ارقم علشان تعزلهم عن الواقع وتخليهم ينبسطوا، وبتقول له ان ده اللي الناس محتاجاه دلوقتي، وبتعرفه ان من نص ساعه ابتدوا يبيعوا الجرعه ب 10 دولار ودلوقتي وصلت ل 60 ولسه طلب عليها بيزيد، وده دليل على النجاح الكاسر للمخدر. في الوقت ده فيكتور كان في صراع جواه بين حياته الجديده اللي كلها دلع بالالوان وما بين حبيبته ايفا اللي مستنيه على المحطه وعامله ترند. ووز بيروح له وبيلاحظ انه شارد ومخبي حاجه، وبيكتشف انه عايز ينسحب، فبيقول له احنا قربنا من حكم المدينه وهنكون ثروه هائله، جاي دلوقتي تقول لي مش عايز تلعب؟ ووز بيتضايق لما بيكتشف ان فيكتور كل ده وماشي معاه علشان بس خايف منه. قال له يا ابني انا بقولها لك للمره التانيه ان الحياه ديت مش للفقراء اللي زينا ولا الطيبين، الدنيا مش بتدي الضعيف، بتدي بس للي عايز ياخد منها. وبالرغم انه حبه وبيتعامل معاه باخوه، فيكتور بيتمسك برايه وبيودعه وبيخرج. بعدين بياخد عربيه اوز عشان يلحق ايفا، ولما بيوصل لموقف الاتوبيسات بيكون الاتوبيس وصل، وايفا بتدخل متردده وبتبص عليه وبترن، لكنه بيكون متردد ينزل ويتخلى عن حياته الجديده. بنرجع للكازينو واوز وصوفيا خارجين ومبسوطين لان الصفقه تمت وكله تمام التمام، لكن يا صديقي كالعاده عارف ان الحلو مش بيكمل. فجاه بتقفل عليهم عربيه وبتحاصرهم من العقربه مرات سلفاتور، بتقوله بقى كلب زيك بيلعب على كل اللي حباله وبيشتغلنا، وبتفضحه قدام صوفيا وبتعرفها ان هو كان بيتعاون معاهم، والتقيله ان هو اللي قتل اخوكي، وبتكون فاكره ان صوفيا هي اللي امرته بكده علشان تستلم قياده العصابه، وبتصدم اكتر لانه مش بينكر، بدل كده بيحاول يتذلل لمرات سلفاتور وبيأكد لها انه كان بيلعب على صوفيا لمصلحه عصابتهم وانه على العهد. لكن الست مش
مش مستعده تسمع اكتر من كده وبتأمر بقتله. بيكون موته في اللحظه ديت لا محاله، لكن فجاه بيظهر فيكتور اللي قرر يرجع وباقصى سرعته بيلبس فيهم. واوز بيقف بسرعه وبيراوغ وبيركب العربيه وبيطلب من فيكتور يتحرك بسرعه. ولما بيساله عن صوفيا بيقول له اهرب يا عم، لو جالك الطوفان حط عيالك تحت رجليك. اوز برضه عنده مبادئ مستحيل يتخلى عنها يا صديقي. صوفيا في الوقت ده بتكون مصدومه ومش بيجي على بالها وقتها غير الدكتور النفسي بتاعها اللي كان بيعالجها، وبتتصل بيه علشان يجي لها. المشهد اللي بعده بنرجع بالفلاش باك لصوفيا قبل ما تدخل المصحه. بتكون سيده مجتمع مرموقه وعامله جمعيه كبيره لدعم الستات اللي بتقع في مشاكل، وبتقول ان مامتها زمان انتحرت وما لقيتش حد ينقذها. علشان كده صوفيا اسست الجمعيه ديت بمساعده باباها فالكون علشان تتاكد ان مفيش ست هتتعرض لنفس المصير المحزن. بعدين بتقرب منها صحفيه وبتعرفها على نفسها، وبيكون عندها معلومات صادمه لصوفيا. بتقول لها ان في 5 ستات ماتوا بنفس الطريقه اللي ماتت بها والدتك، وزيها كده الشرطه اعتبروها حوادث انتحار، لكن الحقيقه ان في اكتر من شبهه جنائيه وان موتهم مش طبيعي، لكن في حد دفع رشوه للمحققين علشان يصهينوا. وبتعرفها ان كل الضحايا كانوا بيشتغلوا في ملهى ليلي بيملكوا باباها السيد فالكون، لكن صوفيا بتسيبها وبتعمل مش مهتمه، وبالرغم انها متذكره ان كان في علامات عنف على ايد والدتها يوم الحادثه، وده اللي بيأيد كلام الصحفيه. ولما بترجع البيت بنتعرف اكتر على فالكون الكبير واخوها البرتو اللي بيكون متسيب ومستهتر ومش مهتم غير بالفسح والسهرات، وده اللي كان بيخلي فالكون علق امل كبير على صوفيا، وبيطلب منها تتولى رئاسه العصابه من بعده. وصوفيا بتكون متوتره وبتصرح بكلامها مع الصحفيه، وبتقول له ان هي مش مقتنعه ان مامتها ماتت منتحره لان ما كانش عندها اي مشاكل، لكن باباها بيوضح لها ان مامتها كانت شاطره انها تخبي احزانها عن اللي حواليها، وبيطلب من صوفيا تغير الموضوع وما تقلبهاش احزان، لكن مش بتقتنع. وبعدين بتكلم الصحفيه وبتروح تقابلها، والصحفيه بتمدها بكل الصور والمعلومات اللي بتاكد ان الضحايا اللي ماتوا ما انتحروش، من علامات الخدوش اللي على الرقبه والجسم لعينات جلد المعتدل اللي كان في ضوافرهم. وبالرغم من كده الشرطه اعتبرتها انتحار، وبتقول لها شكل باباكي بيدفع جامد، وبتطلب منها توصلها للجان الحقيقي لان البنات دولت كانوا شغالين في الملهى الليلي بتاع باباها. لكن صوفيا بتنفعل عليها وبتهددها ان هي ممكن تمسحها من الوجود لو ما توقفتش عن اللي بتعمله. بترجع علشان تحضر عيد ميلاد باباها اللي بيكون عرف من اوز انها برضه قابلت الصحفيه، وبيعرفها ان الصحفيه ديت بتشتغل مع الشرطه. وصوفيا بتقتنع لان بتكون لسه جواها اسئله. بتعرفه ان هي متذكره ان كان في علامات عنف على جسم والدتها، وكمان كان في اثار دم على ضوافرها. وقتها لاحظت ان في خدش على وشه، لكن الاب بيتعصب وبيحاول يلغوش ان الموضوع بقاله سنين واكيد الرؤيه مشوشه عندك، وبيطلب منها ترجع على البيت حالا. وبالفعل بتسمع الكلام وبتتحرك مع اوز اللي بتكون مصدومه لانه خانها وبلغ باباها عن مقابلتها للصحفيه، وكل ده عشان يكسب عنده بن او ياخد له قرشين. وخلال ما اوز كان بيحاول يبرر، فجاه الشرطه بتقطع عليهم وبيحاصروهم وبيقبضوا على صوفيا. وفي الاسم بنعرف انهم متهمينها بقتل الصحفيه وكمان في قتل 5 بنات اللي اتقتلوا في الملهى الليلي بتاع باباها. وطبعا بتكون بريئه براءه الذئب من دم ابن يعقوب يا صديقي. الوحيد اللي كان بيحاول يساعدها هو اخوها البرتو اللي بيروح لها بالمحاميه اللي بتصدمها ان في حد لبس لها كل القواضي لان كل الادله ضدها. ده كمان باباك وكل افراد العيله قدموا شهادات بانك بتعاني من امراض نفسيه هي اللي خلتك تقتلي كل الضحايا دي. وبكده بنفهم ان باباها اللي لبسها التهمه دي لما حس انها خطر عليه، والمسكينه هتحاسب على كل المشاريب. وبشكل ما وبدون عرض على المحكمه بيعتبروا صوفيا مجنونه وبيبعتوها لمصحه ارقم بحجه انها غير مؤهله للمثول امام المحكمه بسبب حالتها المتاخره. مش عايز اقول لك بقى يا صديقي على المعامله القاسيه اللي بتتعرض لها صوفيا في المصحه الملعونه دي، حرفيا مقبره الاحياء. نص الموظفين ومنهم المدير مرتشيين، والنص التاني عندهم فوبيا العنف، فبيطلعوا ده على المرضى اللي هناك. جلسات تعذيب نفسي بقى وكهرباء وكل ده بحجه العلاج، ده غير الخدع النفسيه اللي كانوا بيحاولوا يمارسوها على صوفيا علشان تتجنن بجد زي ما يكونوا بيقودوها للهلاك. والوحيد اللي تحس انه متعاطف معاها ومصدقها هو الدكتور فونتريس، لكن ما باليد حيله وسلطته محدوده. بعد فتره التقييم اللي بتمر بيها بمأساة وصعوبه اللي هي 7 شهور، بيزورها البرتو وبيكون حزين جدا، وبيصدمها ان مدير المستشفى مضى على اقرار ان هي مجنونه وبتشكل خطر، يعني خروجها بشكل قانوني ده مستحيل، واتحكم عليها تفضل في المكان ده لاجل غير معلوم، لكن بيوعدها انه مش هيسكت وقريب هيخرجها. لحظتها صوفيا بتكون فقدت الامل وبتسيبه بدون ولا كلمه، وبتكون حقيقه مصدومه. وعلى الغدا بتقعد جنبها البت اللي مصدعها طول الليل وبتكلمها من البتاع اللي ما بين اوضهم، وصوفيا بتلاحظ انهم بيوزعوا عقار بيلس كمكافاه للي بيسمع الكلام، وبتعرف ان البنت ديت مزقوقه عليها من المدير وبتاخد المخدر مقابل انها تصاحبها وتعرف منها معلومات، فبتتعصب وبتمسك راس البت ودب دب تش بتقتلها يا صديقي. بيمر الوقت وبتعدي سنين كتير، واخيرا صوفيا بمساعده البرتو والدكتور فينتريز بتخرج بعد ما قضت في مصحه ارقم 10 سنين كاملين. هو العمر فيه كام 10 سنين بس. بنرجع للوقت الحالي وصوفيا بتفوق بتلاقي نفسها عند الدكتور اللي راح لها وانقذها بعد ما اتصلت بيه، وبتكون منهاره وبتحكي له ازاي اوز خدعها وطلع هو اللي قتل اخوها، وازاي اسرتها الاندال اتخلوا عنها. وبكده اقدر اقول ان كل حلفائك باعوك يا ريتشارد، لكن بيكون واضح قد ايه ان الدكتور
سلفاتور مهتم بيها وبيحبها. في نفس اليوم ده صوفيا بتحضر العشاء لاول مره مع افراد عيلتها، لكنها كانت اوفر في لبسها وطريقه كلامها وبجحة زياده عن اللزوم وده غير العادي. كمان بتقاطع الزعيم لوكا وهو بيتكلم وبيقول خطابه، وبتعرفهم قد ايه ان هي حاسه بالاحزان ناحيتهم لانهم بصراحه كده منتهى الوطينه. قبل كده شهدوا انها مجنونه وقاتله وهم عارفين انها بريئه، وبسبب ده اتحبست 10 سنين في المصحه، وبعدين تكوشوا على امبراطوريه بابا وحتى مش عايزين نكون وسطكم، وبتنهي انها قررت تريح الجميع وتسافر على ايطاليا. بس هي النهارده جت تودعهم علشان هيوحشوها، وبتاخد معاهم تشيز وبتخرج. في وقت متاخر من اليوم ده بتتسحب من اوضتها وبتروح تجيب الطفله وبينزلوا يقضوا الوقت في الحديقه المقفوله، ولكن البنت بتكون عايزه تنام. صوفيا بتقولها تعرفي زمان وانا صغيره اوقات كتير كنت بنام انا والبرتو هنا، وبتكون مجهزه فرشه يناموا عليها. بتصحى صوفيا في البدري كده وبتكون سايبه شنطه بتفتحها وبتخرج قناع غاز بتلبسه. بعدين بتدخل القصر وبنكتشف انها شغلت على الجميع غاز سام وقتلتهم الا الطفله لانها عارفه انها ملهاش ذنب. وكمان جوني اللي بتدخل عليه وبتهدده بالمسدس بتقول له اتحرك معايا يلا بدون ولا كلمه بدل ما فرقع البتاع ده في راسك اللي عامله زي القلقاسه. بنرجع لوز اللي بيروح لمكان بعيد وبيحرق عربيته المحبوبه لون بنفسجي الكيوت الجميله دي، وبيحكي ان العربيه جزء من شخصيه صاحبها، وبيحكي عن ريكس واحد من رجاله العصابه اللي كان في حيهم القديم وهو طفل اللي كان بيمتلك عربيه كاديلاك ذهبيه جميله جدا. وبيقولوا انه لما كان بيدخل بقى الحي كنا بنحس ان البركه حلت على المكان. وفيكتور بيتاسف له على تدمير عربيته، لكن اوز بياخد الموضوع ببساطه وبيشكره انه رجع وانقذ حياته، وبيفكر ازاي يرجع الفطر اللي عيله السلفاتور سرقوه. بيوصل مجموعه من اتباع اوز وبيفرجوه على فيديو تيك توك كده لتاج، وتاج ده بقى يبقى ابن سلفاتور وبيكون في محل بيعمل تاتو. فبيقرر اوز انه يخطفه ويساوم والدته علشان يرجع الفطر، وبالفعل بيروح لمكان تاج وبيقتل كل الموجودين. خلال ده تاج حاول يهرب لكن فيكتور بيطلع عصب وبيلحقه، وفي الاخر اوز بيفقدوا الوعي شويه، واوز بيكون في السجن عند سلفاتور وبيعرفهم ان هو خطف ابنهم تاج، والطريقه الوحيده علشان ترجعوه قطعه واحده هي انهم يرجعوا له الفطر اللي سرقوه منه. وبيشترط ان مرات سلفاتور تيجي وقت التبادل لوحدها، لكن سلفاتور رفض لانه مش ضامن اوز، فبيسمح لها اوز بحارس شخص واحد بس يجي معاها، وبيطمنهم ان تاج هيكون بخير طالما هيلتزموا بالاتفاق. والاتفاق بسيط، رجعوا له الطفل تاخدوا ابنكم. خلال طريقه للخروج بيغمي الشرطي بمبلغ محترم وشويه وهنعرف ليه، وبيلاقي الحارس ملهي في خبر مهم على التلفزيون بيتكلم عن تسريب غاز قتل في قصر فالكون وتسبب في مقتل الاسره كلها الا صوفيا والطفله الصغيره. في الوقت ده صوفيا كانت مصحصحه ومؤديه جامد علشان تبعد الشبهات عنها، وبيجي لها المأمور ماكنزي اللي ظهر قبل كده في فيلم باتمان. ماكنزي بيسأل صوفيا عن اللي حصل يوم الحادثه وايه اللي خلاها هي والطفله يباتوا في اليوم ده بالذات في الحديقه. صوفيا بتكذب وبتقول ان جوني ولوكا اتخانقوا مع بعض خناقه جامده في اليوم ده بسبب اكتشف لوكا ان جوني بيخونوا مع مراته، علشان كده اخدت البت ورحت للحديقه. فبيقول لها ايوه بس احنا ما لقيناش جثه جوني ما بين الضحايا، وبيسالها عن مكانه لكنها مش بتديله عقاد نافع وبتقول له روح دور عليه. وماكنزي بيشك في اجابتها وبيبتدي يسالها اكتر، لكنها بتدخل فيه جامد وبتوقفه عند حده وبتحول الموضوع وكانه بيشمت في موت عيلتها. لحظتها بيعرف انها داهيه وبيقرر ينسحب. بعدها صوفيا بتنزل للقبو ومعاها جردل ميه ساقع، وبنكتشف انها رابطه جوني وما قتلتهوش، وبتبتدي تعذبه وبتطلب منه يقول لها ابوها مخبي فلوسه الكاش فين، وبتوعده انه هتحرره بس يسمع الكلام. لكن جوني بيرفض يدلها لانه متاكد انه هتقتله في كل الاحوال، فبتفض عليه جردل الميه والجو تلج لوحده، وبكده درجه حرارته هتفضل تقل لحد ما يموت. في الوقت ده اوز ورجالته بيحتفظوا بتاج في شقه ناديه، وده اللي بيقلقها لانه مصر يعرضها للخطر، لكن اوز بيطمنها ان مش هيخلي اي حاجه تحصل لها، لكنها بتفضل متوتره وبتحذره يحل المشكله بسرعه. واوز بعدها بيطلب من فيكتور يروح عند البيت ويفضل مع مامته ويحميها لان صوفيا ممكن توصل لها. بنروح لصوفيا اللي لسه بتستفز جوني وبتعذبه، فبيعرفها ان والدتها اليزابيل كانت ناويه تسيب كاريمان في ليله موتها، وانها حاولت قبل كده تهرب من باباها لكن قررت تفضل موجوده علشان تحميك انت واخوكي. لحظتها صوفيا بتتعصب عليه لان اتهام صريح ان باباها قتل مامتها، فبيأكد لها ان الكلام ده حقيقي وانه كان بيحب مامتها، وبيطلب منها ما تقتلهوش وهيكون دراعها اليمين وهيساعدها في فرض سيطرتها على العصابه. وبيقول لها ما قدرتش اساعد والدتي خليني اساعدك. بنرجع لفيكتور اللي بيلاحظ ان مامة اوز فيها حاجه مش مظبوطه، تحس ان عندها زهايمر والماضي عندها داخل في الحاضر والعمليه سلطه بالمهلبيه. بعدين بيساعدها تقوم من السرير وبيشوف كدمات على دراعها مش فاكره جات لها منين، وبيعرفها عن موت عيله فالكون، فبتفرح قوي وبتسال اذا كان اوز هو اللي قتلهم، فبيكذب علشان يفرحها وبيقول لها اه. في زنزانه السلفاتور بيهجم عليه واحد من الحرس وبيرشقه له السكينه في بطنه يا صديقي، وبيقول له مع تحيات اوز اللي بيدفع كويس قوي. في الوقت ده اوز بيوصل للجراج اللي بيقابل مرات سلفاتور وحارسها المسلح. اوز بيخرج تاج وكان مغرقه بالبنزين ومتكمم وشكله واكل ضرب بالكيلو، وبيطلب اوز من رجالته ياخدوا شحنه المخدرات ويتحركوا بيها لان اقراب السلفاتور اصرت انهم يحرروا تاج الاول. وبعد ما الام وابنها اتجمعوا اوز ورجالته بيتعرضوا
للكمين اللي محضراه العقربه، لكن اوز واللي معاه قدروا بسرعه يتخلصوا منهم. وكان رد فعل على الخيانه دي اوز بيولع عود كبريت وبيحرق مامته وتاج احياء. ده ايه العظمه دي يا ابني؟ وبيقف يتفرج على جلدهم اللي بيسيح وريحه شعرهم اللي بتتحرق وبتكون مميزه. المشكله ان النار بتفعل نظام الحريق في الجراج، وبكده الفطريات هتموت. فبيركبوا العربيه وبيخرجوا بسرعه، ولما بيبعدوا بيقفوا اوز اكتشف ان الفطري للاسف مات بسبب الغازات والجو اللي مش مناسب، ومفيش غير كام واحده كده مقفول عليهم في جردلين، وما كانش عارف هيعمل امبراطوريه مخدرات ازاي بدول. بس بيكون عايز يسمع خبر حلو وبيتصل بالشرطي اللي كلفه بقتل سلفاتور، لكن الصادم ان سلفاتور نفسه هو اللي بيرد، وبيعرفوا ان الشرطي في ذمه الله، وبيوعدوا بنفس النهايه يا صديقي. وبيكون قدر يهرب من السجن بسبب المفاتيح اللي اخدها من الشرطي. فبيصدموا اوز بجد بقى، وبيعرفوا ان هو قتل مراته وابنه الننوس. بعدين اوز بيتصل بفيكتور وبيطلب منه ياخد مامته والفلوس اللي في البيت لمكان امان بعيد عن الانظار. ما كانش عنده مكان معين، المهم ان هو يبعد امه عن الخطر. وفيكتور بيطمنه انه هيتصرف وبياخدها لمكان امان. على الجانب الاخر دكتور فينتريس بيروح لصوفيا وبيصارحها ان هو معجب بيها وعايز يكون جنبها، ان شاء الله حتى تشغله معاه في العصابه. والمشهد اللي بعده بنعرف ان صوفيا حريت جوني اللي نفذ وعده وبيساعدها ومجمع لها العصابه كلها. لحظتها صوفيا بتفجر مفاجاه من العيار التقيل، وبتعترف ان هي قتلت عيلتها بدون اي ندم، واعلنت ان ارث والدها انتهى، ومن النهارده العصابه هيبقى اسمها عصابه جيكانتي على اسم عيله والدتها. ولما بتلاقي جوني بيقطعها بتقتله بسهوله. البت خلاص اتجننت يا صديقي، وهو اساسا دوره خلص بعد ما جمع لها الرجاله. بعدين بتفتح شنطه مليانه فلوس وبتخطف في الرجاله ان باباها جمع الفلوس ديت من شغلهم واحتفظ بها لنفسه، وبتوعدهم انها تضمن لهم ياخدوا اللي يستحقوه لو اعلنوا الولاء ليها. وفينتريس كان بيتفرج باعجاب وهي بترمي الفلوس على الترابيزه فوق جوني. بنروح لفيكتور اللي بياخد مامة اوز للحي القديم بتاعه، وبيروح بيها لشقه صديقه، وبيشوفوا صاحبه لغيطه راجل العصابات وهو داخل البيت. وللاسف فيكتور مش بيلاقي صاحبه اللي رايح له، وبيلاقي البيت في حاله فوضى والكهرباء قطعه. والست عبرت عن كراهتها للمكان وللشقه نفسها، لانها بتفتكر المكان اللي عاشت فيه زمان مع اولادها ايام الفقر، واكيد ان الجانب ده من جوزيف مسكون بلعنه بتاخد كل حاجه منك. في الوقت ده اوز بيوصل لشقه ناديه وبيطلب منها تروح معاه، وبيأكد لها ان المكان مش امان لها حاليا، لكنها كانت رافضه، واكدت ان هي لسه مؤمنه بيه لكنها مش عايزه تكون عبء عليه حاليا. على الجانب الاخر سلفاتور كان في حاله سكر وانهيار، وبيبص على صوره مراته وابنه اللي حرقهم اوز. وفجاه صوفيا بتدخل وفي ايديها السلاح اوبا، وبتقول له ان الحريه لها ثمن واديك مستخبي وبتدفعها، وان والدها دايما كان شايفها ضعيفه بسبب اهتمامها الشديد بعيلتها، لكنها شايفه ان ديت ميزه مش عيب، ومن جواها اتمنت ان كان هو اللي طلع باباها. وبتقول له ان هما الاثنين اتعرضوا للخيانه من اوز، وانها عايزه تنهي الحرب بين عيلتهم ويعملوا تحالف. سلفاتور كان متردد، خاصه ان العداوه الكبيره ما بينهم كانت كبيره قوي، لكن صوفيا بتوضح ان اسم فالكون ما بقاش موجود، لانها بصراحه كده اتبرت منه واصبح اسم عيلتها الجديد جيكانتي. فبيوافق سلفاتور انهم يتعاونوا طالما هتساعدوا على تحقيق انتقامه من اوز اللي اصبح اكبر عصابتين في المدينه بيطاردوه. بنرجع لاوز اللي بيوصل للبيت الامان في حيه القديم، وبيدخل بهدوء وبيلاقي فيكتور نايم على الكنبه في الضلمه، ومامته نايمه على السرير قدامها شمعه. فبينام جنبها وبيحضنها وبيعتذر لها وبيوعدها انه هيصلح الامور. فبتساله عن المكان اللي جايبها فيه، وبتقول له انت بتحاول تقتلني؟ فبيرد انا بحاول احميكي شويه. وبيصحى فيكتور وبيشوف اوز بيفتش في ذكريات والدته متاثر، وبيشاهد بفيكتور انه جابه من المكان ده لانه امان ومحدش هيجي في باله انهم في المنطقه المهجوره دي. وفيكتور لما بيعرف انه كان عايش في نفس المنطقه بيساله عن طفولته، واوز بيبتدي ينسجم ويحكي له عن طفولته مع اخواته. في اللحظه ديت فيكتور اخيرا شجع نفسه وسال اوز عن اللي حصل لاخواته، لكن اوز بيجاوبه باجابه مجهله وبيقول له المدينه اخدتهم زي ما اخدت عيلتك، وبيقول له ان وقتها كان ضعيف جدا وما قدرش ينقذهم. واثناء ما كان لسه بيفتش في المذكرات لقى تذكره من المترو القديم المهجور في جوسم، فبياخد فيكتور وبيروح على هناك. واوز بيقول له ان الانفاق ديت بتوصل لاي مكان في جوسم، وبيستخدم مولد كهرباء والدنيا بتنور. وبيعلن اوز ان المكان ده هيكون قاعده عمليتهم الجديده، والرطوبه هنا تخليه مكان مثالي للحفظ وصيانه الفطر اللي بيستخرجوه من مخدر بيلس. بتمر الايام والشتاء بيدخل والتلج بيبتدي ينزل، واوز بيبتدي الحكايه بملخص سريع عن صوفيا اللي قتلت عيلتها بدم بارد واصبحت الزعيمه الجديده لعصابه فالكون. وسلفاتور زعيم عصابه ماروني اللي هرب من السجن عمل تحالف مع صوفيا علشان يقتلوه. وبيسال اوز سؤال مهم جدا، مين بقى الاقوى دلوقتي؟ اوز وفيكتور في الوقت ده اصبح عندهم قاعده جديده في محطه المترو المهجور، والبيزنس بتاعهم شغال كويس وعالي العال. بعد ما كان عندهم جردلين بس من الفطر بيلس، دلوقتي الشغل مزدهر والمزرعه كبيره وبيوزعوا على اغلب العصابات. واوز بيكون عامل خريطه للمدينه وكل يوم بيفتح شغل جديد وحلفائه بيزيدوا. وبيوصل فيكتور للمقر على موتوسيكل وبيسلم اوز ايراد النهارده، واوز محتاج يفتح شغل مع كام عصابه كمان علشان يثبت نفسهم في المدينه. لكن المصيبه ان في مشاكل ما بين العصابات، واوز بيقول لفيكتور انهم لازم يراعوا السريه ويفضلوا شغالين في الخفاء لان اعدائهم كتير. الخبر الكبير
الغير هو ان شاو رئيس عيلة الترادي مهتم بالشراكة معاهم، ومعاه يقدروا ينقلوا شغلهم للعالمية. لكن المشكلة ان الكهرباء في المحطة مش ثابتة، والمدينة بتبعت الكهرباء للاحياء الغنية بس. في قصر جيكانتي في الكون السابق، صوفيا والدكتور فينتريس بيقربوا من بعض جامد، يعني بيتم ما بينهم علاقة. وبنلاحظ ان صوفيا من النوع اللي بيحب العنف يا صديقي، لكنها مش مهتمة ولا شايفة انه ممكن يساعدها في القضاء على اوز. وبتروح ناحية المطبخ بتتفاجئ بسلفاتور بيطبخ اكل عيلته القديمة. سلفاتور بيقول ان اوز عنده الافضلية لانه بيمتلك مخدر البلس، وان كل العصابات هتشتري منه بما فيهم الترادي. وصوفيا بتقول له انهم لازم يخلوا كل العصابات تعرف ان التعامل مع اوز ليه تمن. في الحي الفقير فيكتور بيجهز الفطار، واوز بيقول لمامته انهم هيمشوا من البيت الامان ده قريب، ومامته بتمر بازمه بسبب النور اللي دايما بيقطع. وبتقول لاوز ان هو لو ما قدرش يرجع التدفئه هتروح لريكس كليبي اللي مات من زمان. لحظتها اوز بتجيله مكالمه بتقول ان الترادي انسحبوا من الصفقه، وبيطلب من فيكتور يشغل الاخبار. والاخبار بتقول ان في 3 جثث لقوهم متعلقين في الشارع، وكل واحد بدون راس. اوز بسرعه استنتج ان صوفيا ورقت لهم وتعليقهم زي ما تكون بتوصل رساله لاي حد يتعاون معايا. لكن احباطه ما بيطولش لما طلع بفكره جديده، وهي انهم هيوزعوا البلس مجانا. ده هيخلي العصابات تدرك ان المخدر بتاعهم موجود في جهتهم، وليه الزبائن بتاعته سواء حبوه ولا لا. فيكتور وهو بيتمشى في الحي القديم بيقابل صديقه القديم سكيت تاجر المخدرات. سكيت بيسال فيكتور عن مصدر الفلوس اللي ظهرت عليه فجاه. الواد باين عليه النعمه قوي وريحته حلوه، حتى الكوتش الجديد براند من الغالي قوي. وبيقول له اللي اداك يدينا يا عم، وبيطلب منه يشغله معاه. وبيأكد انه بيشتغل مع اوز الشخص اللي بيحكم المدينه، لكن محدش يعرف شكله. وفيكتور بيكون متردد، لكن بيحس بالخوف لما سكوت بيهدده. وبيكشف ان هو شافه مع ست كبيره داخله البيت، وبيهدده انه هيروح يشوف حكايه الست الكبيره دي لو ما خلوش ينضم ليهم. في الوقت ده سلفاتور وصوفيا بيقتحموا شقه اوز القديمه، وسلفاتور بيسال عن صورته الطفوليه اللي بيلاقيها لاوز واخواته، وبيلمح انهم ممكن يستهدفوا حد يهمه اوز. لكن صوفيا ردت عليه ان عيله اوز كلها ماتت بالفعل. وفي ظل ان سلفاتور بيخرب شقه اوز ومتضايق ان اوز قتل عيلته وهو مش لاقي حد يقتله، وبيستخدم عصايه الجولف اللي بتناولها له صوفيا وبيبتدي يكسر. خلال ده صوفيا بتلاقي صوره لناديه اللي بيحبها اوز وعليها اهداء، فبتستنتج انها الحته الشمال اللي عند اوز، وانها ممكن توصل له عن طريق ناديه. بنرجع للبيت واوز بيسمع والدته بتنادي عليه من الحمام، وبيلاقيها متأذيه ومرتجفه عريانه في البانيو، وبيكتشف انها كانت في ميه متجمده طول الليل مش عارفه تخرج. الام بتنهار للحظه وبتقول لاوز ان هي مش عايزه تعيش اكتر من كده، لان حالتها العقليه بالسوء لدرجه انها بقت تنسى تفاصيل مهمه في ذكرياتها. وبتطلب منه يوعدها انه يريحها لو عقلها رحب لجسمها. بعدين بنشوف اوز بيلبسها فستان جميل وبيحط لها ميك اب، وبيقول لها ان شكلها زي ريتا هيورس، ودي تبقى بطله فيلمه المفضل. ولما فيكتور بيرجع للشقه بيلاقي اوز شغال على المولد الكهربي، وبيعانوا لان الكهرباء بتقطع كتير في المنطقه. وفيكتور بيأكد نجاحهم في نشر المخدر في شوارع جوسم، لكنه قلقان من سكوت. لكن اوز مشغول باصلاح المولد وقلقان على والدته اللي كل يوم حالتها بتتدهور اكتر. وللاسف الدكاتره مش عارفين يحددوا مرضها، والاكيد انه ملهوش علاج، فما كانش عنده وقت للحاجات التافهه دي. في الوقت ده صوفيا كانت بتدور بنفسها في شوارع الحمراء عن حد يوصلها لناديه، لكن مفيش حد في البلد بيدلها بالرغم انهم عارفينها. لكن بتنده لها روكسي اللي بتقول لها ان هي ممكن توصلها لناديه، بس الاول يتفقوا على السعر. بنرجع لاوز اللي بيتوجه لدار البلده ومستني لحد ما المستشار هادي يبقى لوحده، وبيواجهه بشكل مباشر، وبيكون عارف كل بلاويه لانه كان بياخد رشوه من فالكون. وبيمسك مناخيره بكماشه وبيطلب منه يرجع الكهرباء للمنطقه الفقيره، وبيقول له لو ما نفذتش ده هشيل مناخيرك من على وشك وهقتلك. هادي في النهايه بيوافق، لكن اوز بيديله مهله لحد طلوع الشمس علشان ينفذ. بعد ما بيركب عربيته بيستقبل مكالمه من عضو في عائله السليفون الاجروميه، وبيبان انهم مش مبسوطين بانتشار المخدر في منطقتهم، وده بيدي لاوز فرصه لترتيب اجتماع. في نفس الوقت فيكتور بيقابل سكوت وبيحاول يدفع له فلوس، لكن بيرفض الفلوس وبيطلب منه اجتماع مع اوز. ولما فيكتور بيتردد سكوت بيهدده ان هو هيفضح اوز لعيله جيجانت مقابل فلوس اكتر، وفيكتور مرعوب وبيوافق، لكن فجاه بيسحب مسدسه وبيقتل سكوت، وبيقول له انت اللي اضطريتني غبي ان انا اعمل كده. وبعدين بيهرب من المكان مرعوب بعد ما شاف اللي عمله، وكان متضايق من سكوت لانه ما سابلوش حل تاني. في الوقت ده صوفيا بتوصل لشقه ناديه وبتهددها بالسلاح، وبتتفاجئ ان هي ما اتفاجئتش من مجيئها زي ما تكون عارفه انها جايه. وناديه بتعرفها انها هي اللي خلت روكسي تبعتها ليها، اهو منها نقرب المسافات ومنها نطلع من وراكب مصلحه. صوفيا بتطلب منها تعرفها مكان اوز، لكن ناديه بتقول ان هي ما تعرفش، وحتى لو كنت اعرف مش هقولك، وخطفها مش هيفرق كتير لان اوز مش هيجي ينقذها. ولما ناديه بتوصف صوفيا بالجلاد، صوفيا بتقول الحقيقه عن اوز كان متورط في قتلهم مع باباها، وفي النهايه لفقوا لها التهمه ورماها 10 سنين في المصحه. وناديه بتنهار من الخبر ده لان في 2 من الضحايا كانوا قرايبها، وبتقول لصوفيا على العنوان اللي مستخبي فيه اوز. في الوقت ده وفي محطه المترو المهجوره، فيكتور بيقول لاوز بدموع ان هو قتل سكوت، وبيعبر عن ندمه وبيكون متاثر، واوز بيحضنه وبيقول له ان هو هيتعود على كده مع الوقت، وبيحاول يواسيه. فيكتور بيرجع لشقته واوز بيجتمع
بيجتمع مع قادة العصابة المحلية في جثم، وبيوزع علب بيرة على كل القادة، وبعدين بيعلن الحرب على الأغنياء والأقوياء في جثم بما فيهم صوفيا، وبيقول لهم لو اتحدنا هنقدر نقلب موازين القوة ونحكم المدينة. زعيم الثالوث الصيني بيرفض التعاون في البداية وبيوصف اوز بالأحمق، لكن اوز بيكمل كلامه وبيقول ان هيكون عندهم قوة وسلطة أكبر لو اشتغلوا مع بعض بدل ما يكونوا ضد بعض ومحدش يكسب. أنا مش فاهم انتوا أساسا بتعملوا كده ليه مع بعض؟ هم قاعدين على الجهة التانية من السور وأساسا محدش فيهم يعرف أساميكم لأنكم فقراء، وهم شايفين ان احنا مهما علينا ملناش أصل، والحياة يا غالب يا مغلوب، علشان نحصل على القوة والمجد لازم نتحد. وقبل ما يرفع كاسه في التحية بيفجر مفاجأة ان هو اللي قتل ألبرتو، وكمان قتل العربة زوجة سلفاتور وابنه. انا مجرد شخص بسيط بس بيحاول يحقق احلامه وعايز يثبت نفسه. بعدها كل القادة بيفتحوا البيرة ومنهم زعيم الثالوث الصيني، وبكده قدر يكسب انضمامهم لبعض بذكائه ودهائه. وعلى الجانب الاخر واخيرا ببركة اوز الكهرباء بترجع للحي المهجور، وفجأة مامته بتفوق وبتقوم وبتتنطط زي القرد بعد ما كانت تعبانة، وفيكتور بيحتفل معاها وبيرقصوا على موسيقى قديمة، وما كانش واخد باله يا صديقي ان صوفيا وصلت لعندهم وبتراقبهم بتعجب. بنرجع فلاش باك لاوز وهو طفل في شقتهم القديمة مع مامته، وعايزك تريح كده يا زميل وتأنتخ وخلينا انا كمروان احكي لك الحكاية. بيكون طفل جميل وكيوت وبطاية في نفسه كده، لكن اعاقة رجله كانت موجودة وبنعرف انه اتولد بيها. بيكون ليه اخين كمان وهما كيفن ودوم، واللي بالرغم ان اوز بيحبهم لكن وجودهم بيضايقه، وده لانه حاسس انهم بياخدوا كتير من حب والدته وبيكون عايزها تكون ليه هي لوحده. في الوقت ده بيطلبوا من اوز يغير هدومه علشان هينزل الشارع يلعبوا. ما تعرفش بقى نازلين يلعبوا ولا ماما كانت بتوزعهم. في كل الحالات اوز ما كانش عايز يخرج وكان عايز يفضل مع مامته ويقضي الوقت سوا، لكن والدته بتصر عليه ينزل يتمشى على رجله ويقويها ويمرنها شويه. وبيتقل اوز وبينزل مع كيفن ودوم في الشارع، وكانوا ماشيين بيتكلموا، ومن كلامهم بيكون واضح ان اوز هو الاجرأ فيهم. وفي الطريق بيعدوا على عصابه بتاخد اتاوه من المحلات بالقوه، وزعيم العصابه بيشاور لكيفن اللي بينبه على اخواته يستنوا وبيقرب منه، والراجل بينكش كيفن شويه وشكله بيحبه وبيديله $50 وبيقول له سلم لي على مامتك. $50 ديت اخواته الاتنين كانوا مركزين معاها وبيقترحوا يجيبوا ايس كريم ويدخلوا السينمات، لكن كيفن بيقرر انه يديها لوالدته لان اكيد محتاجه لها. واوز بيسال هو عمه اللي اداك المبلغ ده بيشتغل ايه، فبيحذروا كيفن انه شخص شرير وما ينفعش يقربوا منه. فبيرد اوز ما تقول راجل عصابات يا عم انت مكسوف. وبيكون من صغره طفل داهيه ملهوش حل. بيفتحوا باب الانفاق القديم وبيسترسبوا واحد ورا التاني وبيدخلوا وبيشغلوا الكشافات اللي سايبينها جوه، وبنعرف ان ده مكانهم المفضل اللي بيلعبوا فيه دايما. وبيبتدوا يلعبوا استغمايه واوز بيغمى عينه وبيبتدي يعد 1 2 لحد ما بيوصل ل10 وبيبتدي يدور، لكن المره دي بيسمع اصوات بتناديه من اماكن بعيده غير اللي كان متعودين يستخبوا فيها. بيكونوا وسعوا منطقه اختبائهم واخيرا بيوصل لهم، لكن بيكون مطلوب منه ينزل للمكان المرعب بسلم حديد علشان يمسكهم، لكن النزوله بالنسبه له صعبه. وبيقول لهم انا عرفت مكانكم وبكده تعتبروا ممسوكين، مش لازم بقى انزل وانور الكشاف على وشكم علشان اثبت ده. لكن اخواته بيضحكوا وبيصروا انه ينزل لهم، فبيتعصب اوز خاصه انه كان هيتزحلق وبيقرر يعاقبهم ويقفل عليهم الباب الحديدي وبيمشي، وما كانش عارف انه حبسهم وانهم مش هيعرفوا يخرجوا. بعدين بيرجع لوالدته علشان يستفاد بكل الحب لوحده، وهناك بيلاقي الدفء والحب والجو اللي بيحبه. ولما بتساله عن اخواته بيعرفهم انهم دخلوا السينما بالفلوس اللي اخدوها من راجل العصابات، وبتساله ليه ما دخلتش معاهم، فبيقول لها انا حبيت اقضي الوقت معاكي وما سيبكيش لوحدك يا ماما. فبتنشفه لانه بيكون زي الكتكوت المبلول، وبتقترح عليه يتفرجوا على فيلم سوا، وبتسيبه هو اللي يختار بالرغم انها عارفه انه هيختار نفس الفيلم، او ممكن يتفرجوا على قناه تلخيص افلام مروان احمد، لكن بيقرروا انهم يشغلوا الفيلم ويزحلقوا مروان. وبيقعد اوز في حضن مامته متنغم ومستمتع بالفيلم وبيحضنها. ولما بتساله اخواتك اتاخروا ليه بيقول لها اكيد في الطريق، وبيكون مستمتع اكتر كونه واخد الحنان كله لوحده. بنرجع للوقت الحالي واوز بيرجع للحي القديم وبيطلع الشقه، وهناك مش بيلاقي والدته وفيكتور كان مضروب على دماغه وفاقد الوعي. ولما بيصحيه بيعرفوا ان صوفيا اللي خطفتها، ده كمان بيلاقي مجموعه من عصابه صوفيا وسلفاتور داخلين عليهم، فبيطلب من فيكتور يهرب من الشباك وبيرفض يهرب معاه بالرغم ان في وقت، وبيقول ان هو لازم يواجه بشكل مباشر لانهم خطفوا والدته. وبينبه على فيكتور ويطلب الدعم من باقي العصابات بسرعه، وبالفعل فيكتور بيهرب وشويه وبيدخل سلفاتور ورجال صوفيا، واوز بينزل مسدسه وبيستسلم بسهوله. وسلفاتور بقى ما اقولكش على الضرب اللي بيضربه لاوز، لدرجه ان الرجاله اللي معاه بيلفتوا نظره ان الاول لازم ناخده ونروح لصوفيا. وسلفاتور بيقول له اللي انت شفته ده جزء بسيط بس من اللي انت داخل عليه، وبيتصل بصوفيا وبيعرفها ان البطريق تحت ايديهم وانهم هيروحوا معاه يرجعوا المخدرات اللي سرقها وبعدين هيروحوا لها. صوفيا في الوقت ده بتكون حضرت الاكل بنفسها لوالده اوز اللي طبعا بترفض الاكل، وبتكون ست جريئه جدا ومش خايفه من الموت بالعكس. وصوفيا بتكون مستغربه وبتقول لها ان هي مش مهتمه بقصه طفوله اوز، لكن اللي متاكده منه ان في سبب تاني هو اللي حوله للسفاح ده، واكيد دير بيتك ليه. وبتفاجئها ان الست بتكلمها بكل شجاعه وكمان بتشتمها،
وبتقول لها ان ابني بعد ما يضرب الرصاصه ما بين حواجبك الجميله دي هنشغل الموسيقى ونرقص على جثتك. وبتقول ان اوز كان بيحكي لها عن قد ايه ان البيت ده جميل وفخم لكن مش شايفاه حلو زي ما توقعتش، وبيفتقد للالوان الجميله. وصوفيا بتكتشف انه حكى لها كل تفاصيل شغلهم وفكرت بجد انها تقتلها لانها مستفزه الصراحه، لكن بتحب تضايقها الاول وبتسالها عن ولادها الاتنين، وبتلمح ان اوز ممكن يكون قتلهم او حبسهم في مكان ما. لحظتها الست ايديها بترتعش وبتتوتر وبتدخل في نوبه من البكاء والجنون، وبتتكلم وكانها لسه في الماضي والاولاد مختفيين بس من ساعات مش من سنين. وصوفيا بتقرب منها وبتسالها انت فاكرانا في سنه كام، وبتتفاجئ بالست اللي بتلوشها بالقلم وبتطلب منها تبعد عنها. صوفيا بتكون مع نفسها ومصدومه لان الست اثرت فيها جامد، وبيدخل عليها دكتور فونتريس وبيعرفها ان من خلال علاقاته عرف ان في خطر بيهدد حياتها. قريبتك الطفله اتكلمت مع الدكتور النفسي بتاعها، والدكتور بعدها قدم طلب لشهاده البنت قدام المحكمه، وبيكون عارف ان البنت يوم الحادثه شافت حاجه تدين صوفيا، يعني ممكن القرده دي توصل صوفيا للاعدام. لكن صوفيا مش مهتمه وبتقول له انا اعرف اخليها ما تتكلمش ازاي، بس عايزاك في مهمه تانية. وبتاخده لوالده اوز علشان يعرف لها هي في الطراوه بجد ولا بتشتغلها. بنرجع لسلفاتور واوز اللي بياخدوا من النفق مقر حكمه ومكان المخدرات، وبيثبتوا العاملين اللي شغالين. وسلفاتور بيعلن من النهارده ان البطريق دول خلص، ومن النهارده عصابته وعصابه صوفيا هي اللي هتدير المكان، وبيطلب منهم يحملوا كل البضاعه على العربيات. خلال ده اوز بيغمز لواحد من العمال وبعدين بيستفز سلفاتور علشان يهرب منه، والعامل بيقطع الكهرباء والكل بيشتبك، وسلفاتور وعصابته بيلاقوا نفسهم مزنوقين ما بين اتباع اوز. وما طلعوش بس عمال، اوز حولهم لقتله وكسب ولائهم وكون جيش، وبيستمر القتال. وسلفاتور بيحاول يطارد اوز اللي بيشتبك معاه، لكن الواضح ان سلفاتور مريض ومش بيتحمل القتال وبيقع على الارض وقلبه بيقف وبيموت لوحده. اوز بيقول له غبي انت مش من شويه كنت عمال تقول انا وانا وانا؟ طب انت مرمي تحت رجلي اهو، انا احسن منك وسيد سيدك. انت سلفاتور علشان الظروف خلتك كده، لكن انا هحول الظروف لصالحي وهكون اوز اللي الكل بيعمل له الف حساب وحساب. واوز بيحب يتاكد وبيفضي في المسدس. في الوقت ده صوفيا بتوصل مصحه اركم علشان تزور البنت وتقتلها، وبنشوف البنت المجنونه اللي كانت بتهاجمها لما كانت محبوسه. بتدخل على البنت اللي الواضح انها بتعاني وزعلانه من صوفيا لانها سايباها في المكان ده وما بتكونش عايزه حتى ترد عليها. وصوفيا لما بتسالها عن الحاجه اللي فاكراها يوم الحادثه بنعرف ان البنت في اليوم ده قلبت في شنطه صوفيا ولقت فيها قناع غاز. لو قالت ده قدام المحكمه فده معناه ان صوفيا هي اللي خططت للعمليه ديت من البدايه. صوفيا بتكون هتقتل البنت لكن بتفكرها بنفسها قوي، وبتلاحظ علامات التعذيب على ايديها فبتعرف انها بتمر بايام زي اللي مرت بيها، والاول مره بتتاثر بجد. وبتاخد الطفله في حضنها صديقي وبتوعدها ان هي مش هتسيبها، وبتضمن لها ان هي هتخرجها وبتوعدها بحياه سعيده اسعد من الحياه اللي هي كانت عايشاها مع باباها ومامتها لانها بجد تستحق ده. وبعدين بتخرج بره الاوضه وبتنهار عياط وبتكون متاثره جدا، وبتتصل بسلفاتور وبتتفاجئ ان البطريق هو اللي بيرد وبيعرفها ان سلفاتور مات، وبيطلب يتقابلوا وبيقول لها تجيبي لي ماما وتجيلي على مقر في الانفاق. وبيوعدها في المقابله هيسلمها المخدر وكمان هيسلمها كل الزبائن اللي كونهم وكل العلاقات، وبيقول لها هسلمك مفاتيح المملكه كلها في المقابل ده ترجع لي ماما. فبتروح صوفيا للدكتور بتاعها اللي بيكون لسه مشغول بالكلام مع مامة البطريق، وبتاخده على جنبه وبتعرفه ان هي هتروح للبطريق في عمليه التبادل، وبتكون متعصبه جدا ونفسها تشوفه بيتعذب وبيتألم. والدكتور بيعرفها ان اوز عامل كمين وبتكون هي كمان عارفه، فبيقترح عليهم يغيروا خطتهم وبتكون متجاوبه معاه. في الوقت ده اوز بيوزع السلاح على كل العمال اللي معاه وحرفيا كون جيش، وبيقول لهم ان ده اكل عيشكم ولازم تحموه بحياتكم. وبتجيله الاخبار بدخول عربيه للنفق وقفل وراها الابواب، ده كمان عنده شبكه اتصال بكل مكان في الانفاق. بتظهر عربيه لكن محدش بينزل منها، وصوفيا بتتصل بيه وبيقولها انزلي لي، لكن اللي بينزل السواق وبيقول يا فكيك وبيهرب. واوز لما بيقرب بيلاقي مغطيين واحده وعلى دماغها باروكه والدته، فبيتوقع ان صوفيا قتلتها يا صديقي، لكنها بيتفاجئ انها خدعه. وصوفيا بعتله شنطه ملغمه بالكنابل وبتقول له على الموبايل انها سايبه له وقت علشان يهرب ولو نجي يبقوا يكملوا صفقتهم. وهنا اوز بيجري بسرعه الريح وبيستخبى في المكان اللي غرق فيه اخواته زمان، والقنبله بتنفجر والانفجار بيكون ضخم بيدمر النفق وبيهز المدينه. بنرجع فلاش باك بعد كام شهر من موت اخواته. والدته في اليوم ده اخيرا خرجت من حزنها ولابسه ومتشيكه وطلبت منه يلبس البدله ويخرج معاها، وبيكون فرحان لان بقالها شهور حابسه نفسها وبتبكي. وفي اليوم ده بيخرجوا وبيحتفلوا وبيفضلوا طول الليل بيرقصوا، وخلال ده والدته بتاخد منه وعد انه يضمن لها حياه احسن وارقى لانها تستحق ده. واوز ساعتها بيوعدها يا صديقي. بنرجع لاوز اللي بيفوق ما بين الركام وبيطلع السلم اللي خاف ينزل عليه وهو صغير، وبيخرج وسط الفوضى مش مصدق انه لسه عايش. وبيظهر الشرطي ويليام اللي بيقول له صوفيا عايزاه وبيفقدوا الوعي. بنرجع فلاش باك لمامة اوز حزينه بعد اكتشافها لجثث اولادها الاتنين غرقانين في الانفاق، وبيزورها صديقها من رجال العصابات وبينصحها
بتنصحها تخرج من حزنها وتشوف حياتها، ولكن الام مصيبتها مصيبتين، وبتخرج له الكشاف اللي كان في شنطه اوز من يوم الحادثه، وبتعرفه ان هو كان مع اخواته في النفق يوميها، وبالرغم من كده كذب عليها وقال ان هو ما يعرفش مكانهم، وفضل طول الليل يساهيها وهو كان عارف ان اخواته بيموتوا. كمان الشرطه اكتشفت ان في حد قافل عليهم الباب، وده معناه ان اوز قتل اخواته علشان ينفرد بحب لوحدي، بالرغم من ان كان جوايا حنين يكفيهم كلهم. وصديقها بيقترح عليها انه يستفاد من اوز ويشغله معاه في العصابه، واكيد طفل قلبه ميت كده هيكون مفيد ليه. لكن الام كانت مقهوره على اولادها الاتنين، وساعتها بيقترح ان هو يقتل اوز وهي بتوافق يا صديقي. واليوم اللي خرجت فيه من اوضتها وخلت اوز يلبس وراحوا يسهروا بره، كانت متفقه مع صديقها بعد السهره ياخد اوز ويقتله، لكن قلبها مش بيطوعها، واوز في الوقت ده بيوعدها انه هيحقق لها كل احلامها واكتر. لحظتها بتخرج الام من حاله اللاوعي علشان نكتشف انه مش فلاش باك، لكنها جلسه نفسيه من الدكتور فينترس اللي بعتها للماضي جوه عقلها علشان يعرف اسرارها. بنرجع لاوز اللي بيقولها انه هيعيشها في رفاهيه وهيعوضها عن الالم والعذاب، وهيسكنها في ارقى مكان واعلى مبنى في المدينه، وهخليكي اميره، لا خليكي ملكه متوجه. وبيقولها انا اكتر حد حاسس بيك وحافظ كل ملامحك وتفاصيلك، عارفك لما بتضحكي من قلبك، وعارف ضحكتك بتاعت المجاملات اللي من ورا قلبك، وبفهم انت عايزه ايه من قبل ما تنطقي ولا حرف. وبيطلب منها ترقص معاه، وبسبب ده الام بتقرر ان هي مش هتقتله. حنان الام بقى يا صديقي. بنرجع للوقت الحاضر، وفيكتور راجع بالدعم لاوز، لكن لما بيقربوا بيتصدموا بالانفجار الضخم، والعصابات بتقرر ان هي ترجع لان اوز اكيد مات. فبيحاول فيكتور يقنعهم يروحوا يدوروا عليه، لكنهم بيقولوا له ان هم مش جايين علشان اوز، احنا جايين للمخدر، واكيد المخدر ده انتهى امره. فبيحاول فيكتور يخطف فيهم ويكون مؤثر زي اوز، لكنهم بيضربوه وبيمشوا. بيجري لوحده على المكان وبيلاقي المنطقه متفجره وواقعه على الارض، وبيجري عليه واحد من العمال اللي نجوا، وبيعرفوا ان صوفيا هي اللي فجرت المكان. فبيسالوا عن اوز، لكن مصيره بيكون مجهول. على الجانب الاخر اوز بيكون مقبوض عليه ومربوط ومتكمم، ووالدته مربوطه على الكرسي اللي قدامه مذلوله. تخيل بقى يا صديقي ان كل ده بيكون في نفس الملهى الليلي اللي رقص فيه مع والدته، ووعدها انه هيخليها ملكه متوجه. وصوفيا ما كانتش عايزه تقتله بسهوله، عايزه تفش غلها فيه وتقهره زي ما قهرها وتذله وتفضحه اكتر قدام والدته. صوفيا بتقول لاوز تعرف ان انا والبرتو لما كنا صغيرين لقينا عش جنب البيت فيه عصفورين صغيرين، كان في واحد منهم حجمه كبير وقوي جدا، والعصفوره الام كانت بتزغطه بالاكل طول الوقت. ولما حست بالقلق على العصفور الصغير، بالمناسبه اوز كان ضعيف جدا، وساعتها حست انه هيموت. ولكن في يوم من الايام والام ما كانتش موجوده، هجم العصفور الصغير على العصفور الكبير بكل شراسه وقتله، وبعدها رمى اخوه من العشه كانه ما عندوش اي مشاعر. انا كصوفيا كان اشد مشهد شفته في حياتي، ولكن لما سمعت قصتك يا اوز ما كنتش متوقع ان في حد يعمل كده في اخواته. ازاي قتلتهم؟ بيقول لها ايه العبط اللي انت بتقوليه ده وقصص عصافير ايه؟ فبتقول له الكل عارف هنا ان انت قتلت اخواتك، حتى امك كانت عارفه من زمان. قال لها انا ما قتلتش حد. ولما مش بتعترف بتضطر تهدده ان هي تقطع صباع والدته، لكن برضه مش بيعترف لحد ما والدته بتصرخ فيه، وبتعرفه ان هي عارفه كل حاجه وعارفه ان هو اللي قتلهم ومفيش مجال للانكار. بتقول له اوز من ساعتها وانا كنت عارفه كل حاجه. فبيقول لها ديت اكاذيب يا امي، حالتك الصحيه ومرضك بس هم اللي خليك تقولي الكلام ده. فبتقول له اوعى تقول كلمه زي ديت تاني، انا بكرهك يا اوز، وكرهتك بسبب كل حاجه عملتها، وعمري ما بطلت اكرهك في يوم من الايام. وهنا صوفيا بتزود التنه بله، وبتقول له انت كنت هتخليني اقطع صباع امك، انت فعلا ما عندكش اي مشاعر ولا احساس باي حاجه يا اوز. وساعتها يا صديقي امه بتقوم من على كرسيها وبتقرب واحده واحده منه، بتقول له انت عديم الفايده ومفيش اهميه لوجودك، انا كل يوم بصحى من نومي وبحس بالخيبه لان والدتك دي كمان بتقول له يا ريتني كنت قتلتك وقتها، وبتكسر ازازه وبترشقها في بطنه. يا صديقي انت شطان يا اوز، انا جبتك على الحياه والمفروض كنت تموت من زمان. وبتتحرك خطوتين وبتقع على الارض. في اللحظه ديت بتحصل حاجه غريبه، واوز بيكسر الكرسي وبيحرر نفسه وبيقتل الحرس وبيشتبك مع صوفيا اللي بتستخبى. بعدين بيشيل والدته وبيهرب بعربيه صوفيا، بيطلع بيها على المستشفى، والمسعفين بيتحركوا بيها وبيطلبوا منه يستنى هنا. بعدين بيسرق موبايل وبيدخل في واحده من الغرف اللي موجوده في المستشفى، وبيبتدي يغير لنفسه على الجرح اللي بيكون كبير. بيوصل فيكتور بعد ما كلمه بالموبايل المسروق، وبيكون سعيد ان اوز لسه عايش، وبيعرفوا بخيانه عصابات المدينه ليهم. على الجانب الاخر صوفيا بتستضيف كل عصابات المدينه اللي كانوا عاملين تحالف مع اوز يا صديقي، وبتعرض عليهم عرض ما يتفوتش، اللي هيقدر فيهم يقبض على اوز ويسلمه لها هتتنازل له عن كل ثرواتها وامبراطوريه باباها. بنرجع لفيكتور اللي بيوصل اوز لمجلس المدينه، اوز بيحاول يتأنتك علشان ما يبانش عليه اي اصابه او سحل، وبيقول ان المظهر بيشكل نص نجاح المهمه. وبعدين بيدخل القاعه الكبيره ناحيه كرسي العمده كده شويه، وبيجي له عضو مجلس البلده الفاسده، واوز بيقول له ان صوفيا هي اللي ورا كل ده، وهي اللي هجمت على النفق وفجرته، وبيكذب وبيقول له ان سلفاتور هو اللي كان بيستخدم الانفاق لتصنيع المخدرات، علشان كده صوفيا فجرت المكان، وقبلها ولعت في مراته وابنه احياء. ده كمان كان بيتكلم ومعاه دلائل تدين صوفيا بجد، وفي النهايه بيعقدوا صفقه هيستفادوا منها هما الاتنين بخروج اوز عضو عصابه
عصابة الثالوث الصيني بيتصل بفيكتور بيقول له انا عارف ان اوز عايش وانت معاه دلوقتي، وبيعرفوا ان صوفيا طلبت تقتله مقابل امبراطوريتها كلها، وبيطلب يعرفوا مكانه علشان يدعمهم. واوز لما بيخرج بيتفاجئ بعصابة الثالوث الصيني بيتهددوا وبيخطفوه. في الوقت ده صوفيا كانت بتخرج هدوم باباها من الدولاب وبترميها على السرير، وبترمي عليه السلع الثمينة اللي كان بيفتخر بيها. خلال ده بيتصل بها زعيم عصابة الثالوث وبيعرفها ان اوز معاه دلوقتي، فبتبارك له على الامبراطورية وبتطلب منه يسبقها على المكان اللي هتتحرك منه طيارتها. بعدين بترشق ازاز وويسكي على السرير وبتولع 3 سجاير وبتحدف منهم سيجاره فبتولع، وبتدخل مكتب باباها وبتطلق ازازه وبتولع السيجاره التانيه، وبتفضل تولع في كل حته حتى برواز الحته اللي فيه صوره اسرتها. ده ايه الجحدان ده يا بنتي؟ وفي الاخر بنشوفها بره بتبص على القصر اللي بيولع للمره الاخيره، وبتركب العربيه وبتتحرك مع رجالتها على المطار شويه وبتوصل للمكان اللي فيه طيارتها الخاصه، وفي كمان عصابه الثالوث اللي مستنيينها باوز. والزعيم بيقول لها تقتليه دلوقتي ولا تاخديه معاكي بحيث تحدفيه فوق المحيط وتشوف البطريق بيطير ولا ايه. في اللحظه دي صوفيا ما بتلحقش تبتسم والايه بتتقلب يا صديقي. زو نائب الزعيم بيقتل رئيسه وبيحصل انقلاب وبيتحرر اوز، ودلوقتي صوفيا هي اللي اصبحت اسيره. المشهد اللي بعده بيكون اوز بيسوق لها العربيه وبيتحرك بيها وبيشرح لها ازاي الاتباع زهقوا من القاده وهينقلبوا عليهم، وخلال ده بنروح لمشاهد متفارقه لكل عصابات المدينه. الانقلاب ده ما كانش على زعيم الثالوث الصيني بس، انما كل الاتباع انقلبوا وقتلوا قادتهم، وده طبعا كله اللي وراه اوز اللي سيطر عليهم. صوفيا لما بتحاول تنط بتلاقي الباب مقفول واوز بيبتسم وبيقولها انت ساذجه قوي، ديت حاجه تفوتني يعني شويه. وبيوصلوا لمكان مهجور وبينزلوا وبيجبرها تتحرك وبيقول لها لف بقى واديني ظهرك. تقول له انت طول عمرك ضعيف. قال لها مش عايز ولا كلمه، بقول لك لف ظهري انا هوديك الجحيم بايديا دول. فصوفيا بتقول له ماشي واكيد هكون مستنياك وعامله لك مكانك هناك في الجحيم. بتغمض صوفيا عينيها وبتاخد نفسها الاخير وبتستعد للموت بشجاعه، لكن مفيش ضرب نار وبتسمع صوت هليكوبتر، فبتبص وراها اوز اختفى والشرطه بتحوطها من كل ناحيه وبيتم القبض عليها. المشهد اللي بعده اوز بيرجع المستشفى مع فيكتور وبيدخل على والدته وبيكون فرحان جدا وجايب في السكرته كده ازازتين ويسكي علشان يحتفلوا، وبيزف لها الخبر السعيد انه اخيرا حقق حلمه واصبح الملك وهيحقق لها كل احلامها. بعدين بيشغل لها التلفزيون على اخبار القبض على صوفيا، لكن مامته بتكون فاتحه عينيها لكنها مش مستجيبه، فاوز بيتخض وفيكتور بينادي على الممرضه، لكن الممرضه بتعرفه ان للاسف والدته جات لها جلطه وفقدت القدره على الادراك، يعني حتى مش هتعرف ابنها. في اللحظه ديت اوز بينهار بجد وبيحضنها وبيبكي زي الاطفال، وديت المره اللي بنشوفه بيبكي فيها. الجدع بعد ما اخيرا حقق هدفه وحلمها ما كانش لاقي والدته علشان تشاركه انتصاره، وبيقول لها يا ماما فوقي فوقي لو مره واحده، وقول ان انا فخوره بيك وقول ان انا نجحت، انا بقيت الملك، انا اللي بتحكم في كل شيء في المدينه دلوقتي، ولكن لا حياه لمن تنادي. المشهد اللي بعده بنشوف فيكتور واوز قاعدين على البحر، واوز حزين وبيشرب وبيحكي لفيكتور عن الالم ومعاناته، وفيكتور كمان بتكون اسرته وحشته وبيحكي عنهم. وهنا اوز بيحضن فيكتور وبيقول له يا انا وانت بس اللي فاضلين من كل القصه ديت، وانت زي اسرتي شفتني في مواضع قوتي ومواضع ضعفي، وان للاسف الاسره ضعف يا فيكتور، مش هسمح يكون ليا نقطه ضعف مره تانية. وفي حركه غريبه تخلي شعر راسك يقف يا صديقي بيبتدي يخنق فيكتور. اوز بيقول له انت قلبك طيب ماشي علشان كده هبعتك للملايكه، وبيفضل يخنق فيه وهو بيعتذر له، والمشهد بيكون صعب جدا لحد ما بيموت. بعدين بياخد محفظته وبياخد منها الفلوس، اما البطاقه فبيرميها في البحر وبيسيب فيكتور مرمى على الارض وبيمشي يا صديقي. المشهد الاخير بيركن عربيته الفخمه الجديده قدام افخم مبنى في المدينه، ولما بيطلع بنكتشف ان هو نقل والدته هناك بالسرير المتحرك قدام افخم مبنى في المدينه، وبيقول لها انا حققت لك حلمك وجبتك في المكان اللي انت حلمت بيه في يوم من الايام. الغريب هنا بقى ان مامته اللي المفروض فاقده ادراكها وذكرياتها واحساسها بالواقع يعني معمول لها سوفت وير، كانت بتبكي والدموع واضح وضوح الشمس، وده ملوش غير معنى واحد وهي انها واعيه ومدركه لكن ساكته بمزاجها وبادراكها يا صديقي. بعدين اوز بيسمع صوت موسيقى وبينزل يشوفه بتكون ناديه اللي بتكون لسه عايشه. الله، هو مش قتل فيكتور المسكين علشان الاسره نقطه ضعف، وهو ما كانش عايز يكون ليه نقطه ضعف؟ طب ايه بالنسبه لناديه، مش اسره برضو دي ولا؟ وهنا يا صديقي من خلال الاحداث ديت كلها بيأكد ان البطريق شخصيه مجنونه ملهاش امان، بلا قانون بلا مبادئ ومفيش اي حاجه بتحكمه. لكن علشان ما نظلمهوش قوي فناديه كانت مشغله الموسيقى اللي كان بيرقص عليها مع والدته، وكمان لابسه له لبس والدته وبترقص معاه وبتسمعه الكلام اللي كان نفسه يسمعه من والدته، ويمكن ده السبب اللي خلاه ما يقتلهاش. بتقول له انت نجحت، انت الملك دلوقتي يا اوز، انت دلوقتي اللي بتتحكم في المدينه زي العرايس في السر من ورا الكواليس. وعلشان ناديه عارفاه كويس بتتعامل معاه بنفس المنطق، وبكده تكون رفعت الجلسه. ما تنساش يا صديقي لو وصلت للنقطه ديت من الفيديو تعرفني وتحط لي ايموجي البطريق في التعليقات. ما تنساش بقى تقف جنبي في اللايكات وتفرتك الدنيا شير وتولع لي كومنتات بقى. بتحب الاكشن هتلاقي، تحب التشويق والغموض موجود عندنا، بتحب الرومانسيه برضه موجود، فاللي جاي كتير. ما تنساش انك
تخش على القناة وتشوف كل اللي فات، لانك صدقني كل اللي هتشوفه فوق العظمة، وتكون على استعداد وتفعل زر الجرس وتستنى الجديد، لان الفيديو اللي جاي عظمة يا صديقي. وبس كده، سلام.